واحكوا لي لأحكي لكم، وخبروني ولا أخبركم، واشكوا لي لأشكي لكم. وإذا اللي كانت معنا، معلش بديش أذكر أسامي، مع العلم انتم كلكم عرفتوها، الموجودة كانت معنا من شوي على المنصة وعم تحكي الموضوع. بتخبرها انه هي كانت مزوجة وعندها اولاد واتطلقت من زوجها. نحن واقعة عنا على 3 طلقات، واقعة على 3 طلقات يعني. ايوه، فهي هيدي كانت انه طلقت 3 طلقات، فتزوجت شخص تاني لمدة شهر بعقد موسع وقانوني وكل شيء، ومن بعد الشهر اتطلقت منه بعلم زوجها ورجعت لزوجها. بتعرفوا لأن الوحدة قد ما كان بدها ترجع بالنهاية لزوجها لأنه عندها أولاد وعندها عائلة وبتحب زوجها. بس رجعت لزوجها من بعدها بفترة حبلت، وهلأ هي حامل ومع ولد. الأم اللي كانت تقول هودي بناتي وهودي بناتي بتقوم بس تعرف إنه صار في بهيدي المنصة مسابقة، إذا بتتذكروها كلكم، ودلال كانت عملتها ب$3000، وقبلها ب$300 عملتها الأخت عليا، وقبلها $100. مثل ما بيقولوا جن جنونة. بتفوت على الخاص، بتقلها للست اللي كانت موجودة معنا على المنصة مثل ما بعتته للبنى أنا بدي زيهم، وبتفوت لعند عبير وبتقلها أنا مثل ما بعتته للبنى بدي زيهم. بتقلها عبير بالحرف الواحد أنا شو خصني؟ دلال اللي عملت المسابقة، لا أنا ولا اللي كانت معنا على المنصة من شوي. فبتقلها ما دخلنيش، يا بتبعتولي المصاري يا كل حادث له حديث. عبير معلش عبير من بعد سامحة منك يعني حقولها، قالت لي حرام معطرة وعم بتقلي انه ابنها بالمستشفى. قلت لها هي وحدة كذابة، لا ابنها بالمستشفى ولا شيء، لانه لإلك عم بتقلك شيء، وللست اللي كانت معنا على المنصة قالت لها شيء تاني. عفوا لعبير قالت لها انه بتجوز ابنها وبدها تشتري له شقة، وحمات ابنها مشرط عليه يشتري شقة وناقصها مبلغ من المال. ويا سبحان الله قد المبلغ اللي بعتوه للبنى بالمسابقة. ف ولعليا بتقلها ابني بالمستشفى ومريض وتعبان. هلا بما انه انا معي تواصل مع عليا ومعي تواصل مع عبير، انكمشت القصة انه في كذب. عبير ما عندها تواصل مع عليا، وعليا ما عندها تواصل مع عبير. طب كيف ابنك مريض وكيف ابنك بده شقة؟ فقلت لها لعبير، قلت لها هيدا شيء كذب، وهي بس مش اكتر عم تستفز. إلى عندك شيء يا عبير؟ قال في صوري بس مش اكتر، انا بعتت لي صوري ولما كنا نفتح كاميرا نحن وياها بس نكون عندك وبالسيارة. قلت لها في شيء غيره يعني مهددتك بشيء؟ في شيء غيره؟ قال لا بس بهودي عم بتهددني انه تنشر صوري. قلت لها يعني وين المشكلة؟ تنشر الصور، عال حدا بيصير له مشهور بمصر وبيقول لا؟ عادي. فقالت لي يعني ما حابعت لها. قلت لها اكيد ما بتبعتي لها، تصدقي فيهم على اشخاص بتعرفي بحاجه الك اجر عند رب العالمين، بس عند شخص مثلها هي لا، ما عندك اجر ولا 1%، ولا 0.0001% اساسا. وللاسف الست عليا بعتت لها، بس ما بعتت لها ال 1500 لانه كانت بسفر، وطلبت منها وقالت لها انه ابني مريض، كانت معها $600 قامت حولت لياهم. وللصدف انه بس لقيتنا نحن عم امبارح كنا عم نحكي بموضوع فكرت عليها كان الحديث،
وهو ما بعرف ليش فكرت عليا، بس اللي تبين واتضح لنا إنه هي عاملة نفس الشي بالأوتيل يعني. فبعتت لها 600، ولأجل الصدف بتقوم هي بتنزل إنه فلانة بعتت لي مبلغ من فترة سنة 2000 جنيه أو ما بعرف قديش صراحة، وعالية بعتت لي نقود $600. لا حبيبتي مش نقود، هودي مش نقود، هودي انت كنتي عم تبتزي فيهم عليا. ساعة بتقولي لها بدك ابنك مريض بالمستشفى، ساعة بتقولي لها مثل ما بعتي للبنى بدك تبعتي لي، ساعة بتهدديها بالفضح الأعراض، ساعة ما بعرف شو. وإذا بتتذكري لما كنت مرة عندك على المنصة شو قلتي لي؟ امشي معي بالموضوع. ومشيت أنا على عمياني وقتها وما كنتش فهماني الموضوع. المهم اللي بتقول وبتحلف بالله وبنبينا محمد وبالقرآن، وبتحلف يمين عظيم. فاتت بنهار من الأيام عند المستشار أكرم سلام. نهارها ما كان في حدا، كان في عم تعمل اليوتيوب أبديت للقنوات عندها، وما كان في حدا نهارها يحذف ولا كومنت. وبكل القنوات كانت الكومنتات اللي تنزل الفيك ومش الفيك ما حدا يقدر يحذفها. فاتت وهي أحد الأشخاص، مش هجيب سيرته لأنه بعز علينا وما بدناش يفوت بهالمغلايطة. بس إن شاء الله يكون عم بيسمعني ويفهم هو مع أي ناس وبأي ضحضيرة مثل ما بيقولوا وبأي جورة غطسان ومين اللي عم بيصدق. المهم بفوت هو وياها، هي بتفوت باسم بأكونت مستعار، اسم يعني ما تواخذوني ما بقدر لا أقوله ولا أتلفظه على منصة لأنه شيء عيب كتير. وبأشد الألفاظ والوساخة تشتم أكرم سلام، وبتضلها تشتمه لوقت ما يصير التعديل ويصيروا فيهم يحذفوا الكومنتات. قلت لي بصي يا اخلاص، دي بقى دقت عروق رقبته مبينه يا اخلاص، مش قادرين يحذفوا كل اللي عنده مش قادرين يحذفوا. طبعا مش قادرين يحذفوا، وهي عم بتسبه. ما حدا يقول لي ليش بدها تفوت تسبه، لانه قبل بيومين 3 او اسبوع بالكتير كان هو طالع وفضحها وفشخ 2 على كلامه، مش انا، هو اللي قال، هو اللي قال. فاللي بتكون هيك يا ترى هي مستقيل واحد يفوت لعندها ويحترمها ويمشي وراها؟ النقد ايه؟ نقد شو هي؟ نقد سب الأعراض، نقد فضح الأعراض، فضح البنات. إذا ما عندك بنت بتخافيش على بنات العالم؟ ولك ما شوفي شو صار بمرت ابنك، شوفي بالتوأم شو صار قبل بوقت. ربك عم بيعطيكي إشارات وانت مش عم تتعظي. يا ريت تتعظي، يا ريت تتعظي وتكوني قد رب العالمين لأنه ربنا ما عنده حجارة يراشق فيها. انت تعديتي الحدود، تعديتي الحدود، بس من يوم ورايح مش حنسكت لك، لا صراحة يعني. وهلأ بلشنا على الخفيف، عرفتي؟ من مش تهديد، ما تفكري، ما تقولي تهديد، لا نحن ما بنهدد، نحن بننفذ. شفتي لمت اللي انت قلتي لي الكبيرة يا إخلاص، الكبيرة المهمة. خلي بالك على الكبيرة يا حبيبتي، وانت بتفهمي شو معنات الكبيرة. خلي بالك من الكبيرة.
بس لحظة بدي أقرأ شو كتب. إخلاص اللي نزل بقناة نواف منتدى، مين اللي مرسله لنواف؟ هلا نواف وقتها أنا قلت له بالعربي المشبرة، أنا ما بحب لون يا حربي. أنا سألته مثل ما بيقولوا على العلن، قلت له تيتا هي اللي هي اللي لإلها هيدي. ما رد علي لغاية اليوم، ما رد علي نواف. وانا بعتقد لما يكون مثلا انا عم بتهم شخص او عم شك بشخص او عم بسأل سؤال، اقلها بالمواجهة يقول لي لا ليش مثلا بدك تتهميها، او لا مثلا مش هي مثلا يعني. ولفلف القصة وكل يوم بيقول لي انا بعتت اللينك والايميل لفلان. كمان مش هنجيب اسماء، بس بالوقت كله حينحكى، كله حينحكى. واللي فاتت لعندي على قناتي من كم يوم وعم بتقلي وعم تتمسخر، وين صاروا الاكونتات الفيك يا اخلاص، وعلى بنا بدك ولا ما لقيتوا شي، عم تضحكوا على الناس. وانا دغري محيت الكومنت، مش دغري يعني، بس شفته محيته، مش دغري، كان صار له وقت. لانه انا ما بلكشكن بالسرماي لرد عليكم. مين انتوا لرد عليكم؟ لو انتوا اشخاص قد كلامكم وبتفوتوا باكونتاتكم الاصليه كنت لكشتكن ورديت عليكم. بس اللي فت لي باكونت فيك ما بلك شو بصير ميتي وما برد عليه. فبين مين اصحاب الاكونتات الفيك ومين اللي عم يعمل هالمؤامرات. وبالعقل، اشمعنى عبير ولولي ومحمد تركي وابراهيم بس؟ امم وبس تنزلك وبس انا اطلع عليها بشي كلمه تصير بنتي بالنص. ما تعرجي قدام كرسحين يا ست هانم، يا ست الهوانم. تمام. بس برجع بقول لك في هدية قريبة جايتك. وانتبهي من الكبيرة. هيدا بس كل اللي حبينا نخبركم اياه. و أهلا مرحبا. في نقطة هلا يا بس علي. بقولها عشان قبل ما أنسى. هي تقول دايما أنت ليش تروحين عند قناة لبنى وليش طلعتوا من عندي؟ أنا حين أجاوبك أنا وإخلاص وعبير ليش إحنا طلعنا من عندك، من أساليبك، من تهديداتك، من ابتزازاتك ومن تلقيحاتك بالبثوث. عشان كذي إحنا طلعنا بكل أدب واحترام. بس أنت ما خليتي فيها عيش وملح، أنت ما خليتي فيها عيش وملح، ولا احترمتي العشرة، ولا احترمك، ولا احترمتي كلمة يوم قلتي لي انت بنتي ومستحيل اخون. من اللي خان؟ قولي لي كذي، من اللي خان؟ انا او انتي؟ انا ذنبي ليش دخلت عند لبنى؟ لبنى عمرها ما تكلمت عن الشرف والعرض. زين انت اللي تكلمتي بصريح العبارة بوضوح التام، تكلمتي عن شرفي وعرضي. زين انت اللي تكلمتي في هذا كله. انا لا اتبله ولا ابد. انت اللي قلتي كل شيء، انت اللي قاعد تهددين، انت اللي قاعد توعدين، انت اللي قاعد تبتزين بطرق غير مباشرة ومباشرة، من بعيد لبعيد ومن قريب لقريب، لدرجة تكلمين ريال من المملكة العربية السعودية نواف وتقولي له الشيخة عليا تي تعتذر لي بمنصتك. أنا أعتذر لك؟ أنتي أعتذر على واحدة سبتني شرفي وعرضي؟ أنت لا يكون تصرفين علي ولا تعطيني راتب شهري. أنت حتى لو تعطيني راتب شهري زين أنا ما يعتذر لك، لأني أنا إنسانة في كرامة، عندي كرامة، ما أطلب من أي أحد شخص، ما أثل نفسي عند أي شخص. هذا الفرق، هذا الفرق بين الفقير وبين الغني. ترى مش المال ولا السلطة، الكرامة ثم الكرامة ثم الكرامة. انت ليش، انت شنو مشكلتك اذا انا دخلت عند لبنى سلمت السلام عليكم وطلعت؟ شنو ليش تدري ليش؟ انا الحين اقول لك لانك انت امرأة سيئة، لا تستحقين اني انا اكون اسمي يكون على منصتك. لا انا بس، حتى اخلاص، حتى عبير، اي انسان زين بكره حتعرفون ان كلامي صح. اي انسان يكون على منصتك فهو حامل للشرف والعرض
هو حامل للآثام اللي انت قاعد تكتبينها وتقولينها في منصاتك. منصتك كلها مشاكل، منصتك كلها كشف العرض والشرف. انت شنو عندك الشرف والعرض لهالدرجة رخيص؟ لا، احنا عندنا ناس تحمي شرفنا وعرضنا، احنا نفسنا نحمي شرفنا وعرضنا، احنا بنفسنا نحمي شرفنا وعرضنا. هذا انت قاعد تتكلمين بامور كبيره، انت ما انت قدها تتكلمين امور كبيره، شرف وعرض. شنو انت وين داخلين احنا بعالم الغابات والكابوي ولا ويش انت تتكلمين واحد من المملكه العربيه السعوديه تقولي له تخلي عليا وتخلي اخلاص ولبنى وعبير وما ادري كم شخص يجون يعتذروا لي بالمنصه؟ انت تذلينا، ما تذلينا انت. ما عاش من اللي يذلنا، الله هو اللي يعز ويذل. والا وتقولي لهم تقولي حق نواف صريح العباره، والا راح انشر المعلومات وراح اعطي المعلومات. شنو المعلومات هذه؟ غير اني انا امنتك على السر وقلت لك عليه وانت تهدديني فيه. ها انت عبالت، انت ما توقعتيني انا راح اطلع المنصه واقول صح؟ لا، راح اقول. وانا لك بالمرصاد، تتكلمين علي اتكلم، اقول ما يرضي الله والحق. تتكلمين علي يا ريت انك تتكلمين وتطلعين الاثباتات عشان يكون، انا اكررها لك المليون مره، طلع الاثباتات عشان يكون حق لك في القانون ويكون لي حق بالقانون. غير ذلك لا، انت ما راح تحتمين مع رجل، ما راح تحتمين رجل ما راح يحميك. هو عارف ان انت مبتزه، هو عارف ايه قاعد يمشي معاك للاخر، وهو دخل معاك من باب الصلح، من باب الخير والصلح. ما دخل ولا قال ان انا راح احميك، ما قال هالكلام، ما قال. وحتى لو قال زين عشان يبيك تكونين تصلحين من نفسك، تصلحين من ضميرك ونفسك، وتقولين انا ليش كذي قاعده اسوي مع نفسي. صلحي مع نفسك ولو مره. اما انت تجيبيني انا بالتلقيحات وغير ذلك، هذا مش مسموح، مش مسموح. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إخلاص، إخلاص، ايوه يا لبنى معك. مين اللي قال لعبير تيجي تقفل القنوات؟ مين اللي قال لعبير تقفل قنواتي؟ منى. مين اللي جاب الراجل وجاب تليفون الراجل لعبير، اللي اظن عبير في المانيا ولا في بألمانيا. بألمانيا. طيب مين اللي جاب لها الراجل وعملت انذارات، في 3 انذارات في قناة الصغيرة وانذار في قناة الكبيرة؟ مين كمان منى. مين يا ما علي؟ هو كان مستلم لها قناتها للمنى. طيب دفعت له فلوس، دفعت له $250 صح؟ انت الصادقة $500. $500 صح؟ صح. طيب حلو الكلام. عشان تقفل رزق لبنى درويش ورزق اولاد لبنى درويش، وانا بقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، واحنا قابلين باي حاجه طالما ربنا كتبها علينا خلاص احنا قابلين بيها. طيب مين اللي كان بيحرض على لبنى درويش تتقتل يا عاليه؟ مين يا عاليه كانت بتحرض على لبنى درويش تتقتل؟ وصلت كمان للقتل، وصلت للقتل، وصلت كمان اللي انا يتوصى عليا لازم تتقتل. قالت لها حرام عليكي، عايزانا نبعتوا لها ناس تقتلها؟ وليه؟ ليه الناس تقتلها؟ حرام عليكي يا عم، مش الدرجه دي، عايزه تقفل قناتي. قالت لها يا ستي يوم ما تقفل قناتي كان يقفلها قناتها، بس قتل لا، لازم تتقتل. وصلت للقتل. ما احنا راميين ناس من البلكونه قبل كده عادي خالص. صح يا سوسو؟ صح يا لولو. وصلت كمان للبنى درويش تتقتل. ليه؟ هو احنا في بلد ما فيهاش قانون؟ هو احنا في بلد، ده احنا في مصر ام الدنيا،
وصلت كمان اللي انت توزع عليا للقتل، وصلت كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلت للقتل. لا حول ولا قوة صوتك إلا يا بالله. لبنى، صوتك يا لبنى. لحظة واحدة، لحظة واحدة، أحط السماعة يا إخلاص. وصلت كمان. الصوت كويس كده يا إخلاص؟ تمام. وصلت كمان إن أنت لازم تتقتل، لازم تتقتل. ليه؟ هو أنا كنت دجاجة ولا فروج ولا فرخة ولا عصفورة؟ ده أنا بني آدم وأم ل7 أولاد وعائلة ل7 أولاد. ليه؟ حرام عليكي. أنا عملت فيكي إيه؟ ليه كده؟ ليه اللي أنت بتعمليه فيا؟ ليه اللي أنت بتحاربي فيا؟ بتحاربي فيا كل ده ليه؟ ما احنا قلنا 1000 مرة عفى الله عما سلف. قلنا عفى الله عما سلف. ليه؟ أنت طلعتي عليا، طلعت عليا اللي الناس الغرب اللي مش اخلاص. ما كانتش تعرف عبير ولا عبير كانت تعرفها. اي نعم كانت بنت بلدها، بس دي دي في بلد، دي في المانيا ودي في ايطاليا، ولا ما عارفه دي فين ودي فين. ما كانوش يعرفوا بعض ولا قرايب بعض. ولكن يوم ما حد جاب سيره عبير، اخلاص طلعت عليه زي الوحش وقالت لهم بنت بلدي حتى لو كانت غلطانه. وانتي تطلعي رجاله عليا علشان يدعوا عليا، وعلشان خاطر يشوهوني ويشوهوا ببناتي، وكل يوم تسلطي عليا الناس وتسلطي عليا الشباب والبنات اللي انا باخد فلوس، اللي انا باخد بنتي تجيب لي صور، تاخد صور البنات وانا بهددهم بيها عشان اخد منهم فلوس. وطلعي عليا رجاله يقولوا اللي انا بفتح عليه، بفتح الكام معاهم، وتفضحيني كل يوم والتاني، تفضحيني انا وبناتي. ليه كل الحرب ده؟ ما تهبديش الباب، اقفلي الباب بس كده. ليه الحرب ده؟ عشان ايه الحرب ده كله؟ ليه؟ ليه كل يوم؟ قلت علولي اللي انا خدت ليلى لولي بعتت لها الصور، وانا خدت الصور بتاعت لولي وبهددها وعايزه فلوس ينشرهم لها في مواقع اباحيه. وطلعت لولي وطلعت عملت لي فيديو كامل وبس كامل باسمي اللي انا واخده صور البنات، ورجعت جبتي. طلعت لولي قالت ما حصلتش، ده فلانة الفلانية اللي قالت لي روحي قولي، والبت طلعت برأتنا. رحتي قلتي الحرير روحي قولي ده لبنى واخدة مني تليفونين ايفون، واخدة مني $2000 ولا $3000. قلت لها اثبتي. رجعت عبير قالت يا جماعة انا ظلمت لبنى وظلمت بناتها، واللي مسلطاني في حرير ليلة حرير. الفلانية حرير معلش انا اسف، اللي مسلطاني في ليلة الفلانية. ليه؟ الشرف عندك هين، عروض الناس عندك هينة يا شيخة. ده الروح ما بيناش وبين الحياة حاجة. الروح بينها وبين الموت مفيش. الحياة والموت ما فيش بينه وبينه أي حاجة. فيش بين الموت والحياة أي حاجة خالص، ولا شعرة، مثقال شعرة مفيش. طلعت يوسف الراجل اللي كان محترم وكان بيقول له اخت لبنى وكل احترام وكل ادب قاعد معانا، طلعتيه يقول عليا اللي انا بفتح معاه الكام. يوسف الانسان المحترم اللي عمره ما حد شاف له غلطه، طلعتي واتضح في النهايه اللي انت باحته ليوسف سكرينات يقول اللي لبنى بتطلع اسرارك، ويوسف جاي يقول لي انت طلعت اسراري. في النهايه تطلع انت اللي كنت بتهددي يوسف اول امبارح، قبلها بيوم واحد بتهددي يوسف ان هو اللي هو وحسنه بيضربوك بميه النار والحقني يا ريس وي وي وي. تاني يوم
يوسف يطلع عندك ويتهجم عليا وتطلعي عليا وتضحكي على يوسف وتجرجري لي الكلام ده، وقبلها تقولي ده خلاص بتسب مصر يا ريس، وكل يوم حكايات في حكايات في حكايات. اطلع المنصة يا نواف، اطلع المنصة يا نواف. يا نواف انت في التعليقات لو سمحت اطلع المنصة، اسألك سؤال لله. ليه؟ على فكرة يا كل جماعة اللي بده كمان إثبات إنه هي عم بتقولوا إنه ما بتطلب، عمرها ما طلبت مصاري. عنا من بعد ما صارت هالمعمعة حكت مع عبير وقالت لها لعبير، شكلها فهمت إنه نحنا عم ننزلها إنه هي عم تبتز البنات، فقالت لها أنا طلبت منك دين يا عبير ولا إيه يا قلة؟ دين؟ ده انت يا اختي ان اخدتي دولار مش قادرة ترديه، السلام عشان عليكم، $1000 مساء الفل و1500 دولار عليكم. تقدري ترديهم. منورة الدنيا كلها يا أستاذة اللي على المنصة. منورة وعليكم الدنيا كلها. السلام. أنا ما أعرفش اسمك، بس أنت طالما عند مدام لبنى تبقى ست محترمة وعلى راسنا من فوق. منورة الدنيا. تسلم. يا استاذ محمود انا منورة اعرفك. الدنيا. انا نعم. بسألك سؤال بما يرضي الله. انا يوم انت ما طلعت عندي هنا على المنصة انا كنت اعرفك مم. بما يرضي الله؟ بما لا يرضي الله والله، انا كنت والله اعرفك. العظيم ولا تعرفيني ولا كنت أعرفك، والله العظيم. طب وشدد حق، ديان، ولا لو كنت أعرفه ولا كنت تعرفني والله. طيب الست دي النهارده بتقول لنواف محمود ده جاي تبعها وهي مطلعاه على المنصة علشان خاطر تلم بيه طيب مشاهدات. طيب بص، انا هقول كلمتين والشهاده هتحاسب عليها قدام ربنا. تمام. انا اقسم بالله، اقسم بالله انا ما كنت اعرف مدام لبنى ولا هي تعرفني. دي شهاده اتحاسب عليها قدام ربنا. تمام. تاني حاجه، موضوع التهديدات، انا بقول لكم اهو، اللي عايز يهدد يجي يهددني انا، ما يهددش الست. تمام. تعالوا على واحد زيي مش بقى على حاجه، تمام، وهددوه. انما انتوا جايين على واحده ست تهددوها، لا عندها عيال. تمام. وطبعا لازم تخاف على نفسها عشان خاطر عيالها. تمام. اما انتوا تيجوا تهددوا ست، بس احنا ما بنخافش غير من اللي خلقنا فقط. دي نصيحه مني ليكم. احنا مش بنخاف غير من اللي خلقنا فقط، ما بنخافش غير من الله فقط. غير كده مش بنهاب على حد خالص ولا بنخاف من حد. ده نصيحه، اللي عايز يهدد يهدد راجل، ما يهددش واحده ست. وفي الحالتين التهديد غلط. تمام. اتفضلي يا مدام. اطلع يا محمود تاني. اتفضلي يا اخلاص اتفضلي. ادينا 5 كده يا محمود، ادينا 5. فكمان يا ترى انت معودة تتديني يعني كمان؟ هذا اللي بده الإثبات، وأنا عندي الإثبات وبصوتك، مش بتشات صوتك. تمام. وكله حينزل وكله حيبين، كله بوقته حلو. اتكوا على الصبر يا جدعان. محترمة قال. ليه؟ ليه؟ بالله عليكي يا اخلاص، انا ليا علاقة؟ انت معايا من زمان او بقالك سنة، انا ليا علاقة بالست دي؟ لا لا، ما أنا أ- بعرف إنه ما يعني هلا شو بدنا نرجع بالماضي يا لبنى. خلينا نحنا هلا بموضوع اللي نحنا عم نحكي فيه. طيب انا بتصور دلوقتي أنا كل الناس فهمت وكل الناس عرفت، واللي عنده مخ أهلا وسهلا فيه، واللي ما عنده مخ الله والنبي معه. نحن مش ناقصنا أشخاص مغيبين. اللي بده يزقف ويطبل الله والنبي معه. اللي بده يفهم يقعد ويفهم، بس يفهم. طيب ما من زمان قالت هالشي يا عبير، مش شي جديد، ورجعت جددت لك اياها لانك ما بعتي مصاري. لو بعتي مصاري كنت انت صاحبة المستشفى، مش بدك مستشفى. في فرق. اطلعي المنصة يا عبير، اطلعي المنصة، اطلعي المنصة. ليه وصلت للقتل؟ للقتل. الولاية تقول لها لا حرام بس عليكي. انا بس حابة اعرف، عبير مريضة نفسيا
وبلا مؤاخذة عالية عملتِ فيها الأشيا والأشياء، ملناش نحكي شي برّات الطريق، ولبنى قلتِ عنا كمان الأشيا والأشياء عنا وعن بناتها. طب عني يا حبيبتي هتقولي إيه بقى؟ بنتي بترقص في التيك توك؟ بنتي ما عندهاش تيك توك، هاتي حاجة السلام غيرها. عليكم. وعليكم السلام. حاتم طيب ابعتي لي آه 1000$ ولا حنزل شورتك يا حابة بس أنا حبيبتي. أعمل مداخلة صغيرة. هلأ يمكن اللي تحت بالتعليقات عم بيقولوا إنه عبير كانت طول عمرها واقفة معها، صح؟ كنت معتبرتها أم لإلي وكل عمري واقفة حدها وما كنت أسمح لحدا يجيب سيرتها أو يغلط عليها بكلمة، لأنه وهي كمان كانت على طول تحكي معي وتسهر معي وكانت بمشكلتي وساعدتني مثل ما هي بتقول وقفت حد بمشكلتي، بس توصل إنها تقول عني لأنه أنا يعني كل إنسان بس يفقد أمه وبيه بيتعب. أنا فقدت أمي وبيي بسنة واحدة، فأكيد رح أتعب ورح تتعب نفسيتي، مش نفسيًا يعني جِن وهذا، بس إنه أكيد الإنسان هذا شي قطعة من روحه عم تطلع منه، أكيد رح يتعب، وهذا الشي عادي يعني كل إنسان بيتعب من ورا هذا الموضوع. ف مش لأني أنا كنت أشكي لِك إني لفقدان أمي وأحكي معِك وأعتبرِك كأم لإلي وأحكي معِك وأشكي لِك همومي وأحكي لِك عن بناتي وأحكي لِك عن حياتي واعملي هيك وساوي هيك، أنا ما عندي أسرار أنتِ يعني العالم كلّها بتعرف عني كل شي، أنا ما عندي شي مخبّى. مش لأنه أنا فاقدة أمي وبيي مريضة نفسيًا لأ، لأ، وبعدين حتى لو مرضت نفسيًا إلي الشرف أمرض كرمال أمي وبيي، تروحي تقولي لعالية تقولي لعبير مريضة، ليش؟ شايفتيني عم نتف بشعري والّا شايفتيني هبلة؟ وبعدين يا جماعة أنا ما بقى فتت لعندها لأنه هي قالت لي إياها بالعربي بالحرف، إذا بدِّك تفوتي لعند لُبنى ما بقى تفوتي لعندي، فأنا ما بقى فتت لعندها لأنه ما فيها تحكمني، هيدا الشي قُلته لنواف، هيدا الشي قُلته لنواف، و وتاني شي أنا بس صوري عندِك، بس صوري عندِك، إذا بدِّك تطلعيهم طلعيهم ما بتفرق معي آخر همّي، وبعدين بدي أقول لِك شغلة بارجع باقول لِك إياها الصورة اللي نزلت لأمّا لمرت خيي أنتِ شفتيني وأنتِ عارفة إنه هيدي الصورة مَنّا لإلي، وأنتِ متأكدة من هيدا الشي لإنه كنت أحكيكِ فيديو call. ما بعرف إذا عاملة سكرينات لإلي وعم بدِّك تهدديني متل ما عم تهددي عالية، عالية الإنسانة، ما بعرف ليش عملتِ معها هيك، مشان شو يعني لإنه عم نفوت لعند لبنى؟ أنا ما في شي تهدديني فيه، اللي كان لازم تهدديني فيه أنا طلعت حكيته عن حالي. فباحب خبرِك إنه آمم يعني اليوم اللي كل اللي سمعته والتهديد اللي بعتِ لي إياه مع نواف، اللي عندِك طلعي لي إياه، مدام لبنى أنا صح وقت اللي ما كنت معِك كنت واقفة حدّها، كنت أعمل المستحيل لحتى لي آمم يعني نخلّي نشوّه لِك يعني صورتِك قدّام الناس، هيدي أنا عم باحكيها بس مش بطريقتي أنا كنت يعني اسمع لها وكنت واقفة حدّها وكلكم كنتم على دراية إنه أنا كنت واقفة حدّها وما أسمح لأي بشر على وجه الأرض يجيب سيرتها بكلمة غلط، بكلمة غلط، كنت معتبرتها أم وأكتر من أم لإلي. ولا تيجي تقولي لي إنه أنا مريضة، لأ أنا ماني مريضة، ولا تيجي تهدديني لإلي أنا ما باتهدد، اللي عندِك طلعي أنا ما بتفرق معي، اللي مين عندِك اللي طلعي أنا ما بتفرق معي. يا نعم؟ عبير بس بما يرضي الله، مين اللي كانت بتقول لِك روحي يا بت سافري ويا بت روحي كلمي فلان واعملي فلان، مين اللي قدّام كانت أخلاص، قدّام أخلاص اطلعوا اقعدوا لمّا تشوفوا بعض ه ه صح يا أخلاص والّا لأ؟ قدّام أخلاص. قصدها لبنى إنه مين كان يقول لِك نسكر القنوات للبنى.
ما هي مين اللي كان بيقول لك روحي اقعدي مع فلان اللي كان عايز يتجوزك وروحي اقعدي معاه ويا بنتي وتحبوا هي بعض والواد يموت فيكي؟ هي اه، هي صح. اها يعني شوفوا الست الكبيرة اللي المفروض الكبير ده قدوة، كانت بتقول لشابة روحي قابليه واقعدي معاه، ده بيحبك وبيموت فيك يا بنتي وعيشي حياتك. يعني والتاني متجوز ومعاه 3 أولاد، وفي النهاية تطلع يعني شغل، وفي النهاية تطلع تقول لها ده أنا ماسكة عليكي زلل، ماسكة عليكي زلل. زلل إيه؟ يعني أنتِ بتوقّعي البنات في الغلط وبتمسكي إصرار على البنات وفي الآخر بتطلعي تهدديهم، هو ده يرضي ربنا كده؟ مين اللي كانت بتقفل القنوات يا عبير؟ هي اللي جابت لنا الرقم وهي اللي هذا. هي اللي جابت الرقم يقفل القنوات بتاعة امم الاتنين امم و إمم. حلو، وكمان اتعمل لها إنذار من عند المستشارة كرم سلام، راحت ردِّت كمان باسمي، كل ده وأنا ساكتة، وساكتة، وساكتة، وساكتة. الله غالب، الله غالب، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس بصراحة كلكم وعليكم. عالية الحمد لله طبعا. يا جماعة، حي على الفلاح، ما باخدش منها حاجة. اللي بتقول يا شحاتة الكويت، أنا الحمد لله ما باخدش من حد حاجة. أي نعم إخلاص عمل وجوايز، دي كانت جوايز فعلًا، لكن يشهد رب العالمين والناس كلها وان خلاص قاعده هي وعبير هي وعاليه موجوده واختها موجوده. لو عاليه بعتت لي مليم احمر غير الفلوس اللي كانت قدامكم، المسابقه ال 300 دولار بتاعت اخلاص، ده عاليه، بتكلم على عاليه عمرها في يا حياتها. لبنى مم. معلش بلا قطعا لحديثك. الولية القرشانة دي اللي فاتحة منصة علينا دلوقتي وبتتكلم، بتقول هي عملت لنا بلوك عشان عرفت ان احنا بنلعب قمار. قمار ايه يا حاجة؟ هو الترنيب بقى قمار يا حاجة؟ هو الترنيب واللعب مع العيال بقى قمار يا حاجة؟ انت طب يطلع تلمي نواف وانت بايدي. طيب حلو. لحظة يا لبنى، وانت عم بتقولي انت تعملينا بلوك. ما انت مقهورة، وامبارح بعدك بعتي لي ناس بتسألي ليش انا عملت لك بلوك، وبعتي مع عبير وبعتي وما خليتي حدا، ومع نواف ومع غيره وغيره. بدك تعرفي ليش انا عملت لك بلوك؟ تعرفي ليش عملت لك بلوك؟ لانه اجتني معلومات انك انت مطلوبة للقضاء وعليكي قضية ومسجلة. ايوه، فاكرة اللي وقعت على البلكونة؟ فاكرة؟ اتلمي يا ولية، اتلمي، مش احنا اللي بنعملنا بلوك، احنا اللي عملنا لك البلوك مش انت. احنا اللي ما يشرفناش تكوني موجودة في حياتنا اصلا. ناسية؟ ليش امبارح كانت عم تحكي معي يا اخلاص؟ ايوه، ليش بعد كانت ناطرة $1000. ما دام نحن عم نلعب قمار، انت ليش عم تطلبي مصاري؟ ليش عم تطلبي مصاري منا؟ مين عم بيلعب قمار يا اخلاص؟ نحن. اسمعي يا عبير، رؤي يا عبير، ليش عم تطلبي مصاري منا ما دام نحن بنلعب؟ يعني اذا نحن بنلعب قمار مصرياتنا مش حلال، فليش عم تطلبي حتى لو دين؟ تحبي سمعك طلب المصاري دين سلف؟ انت بتطلبي دين سلف مصاري من ناس بيلعبوا بالقمار؟ اتلمي يا ولية، اتلمي يا بتاعت القضايا، اتلمي، القضايا لسه مرفوعة عليكي. ماشي؟ ابقي سلمي لي على النونو الصغير عندك. مش بابا بده يقول بابا لا بابا لا بابا. مش لاقية انت ابنك الصغير يقولك يا ماما؟ ولا ناسية؟ اتلمي احسن ما نبلش نحكي بالعربي، بعدنا عم نحكي تركي لحد هلا. ماشي؟ ده العيل بيفوت من هنا ويخرج من هنا ما يقولش السلام عليكم. ده مرمطي يا ولية. وانتي قلتي لي وقلتي لعبير
ايه عشان ايه؟ عشان ما صارش في نصيب. ولا اقولك انا عشان ابوه اللي مات قتل. يا ترى عشان ايه يا عبير؟ عشان ابوه اللي مات قتل ولا عشان ما ظبطتش الجوازة؟ بكرة بنعرف التفاصيل وحنجيب لك رقم القضية بالتفصيل الممل. قال ما يشرفهاش قال. ده انت حشرة، ده انت مرتزقة اصلا. ده احنا اللي ما يشرفناش تكوني موجودة بيناتنا. انت ناسية ان احنا اللي عم نعمل لك بلوك، ووقت البدنا بنشيل البلوك وبنروح بنحكيكي كلمتين وانت تي 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 فكرتينا هبلان وحتيجي تاخدي منا يا اسرار. إخلاص امم دي تهديد تاني بتقول لعالية انا هروح للمحلل اللي انت كنت متجوزاه واروح اقول له انت اللي انت بتقولي عليه اللي انت كنت متجوزاه محلل. فمعنى كلمه اللي هي بتقول دي كده معنى كل كلمه احنا قلناها اللي هي فعلا عندنا فيها حق قلناها بتهدد. سجلي بس يا ليلى. عشان هي طالعه عماله تنكر الكلام ده كله اللي احنا عمالين نقوله هي طالعه عماله تنكره كله. لا والله. واللي والله كان اصلا بس امبارح نحن سجلناه. بس يا امبارح اخلاص نحن الله يسعدك. سجلناه. خلي لولد بقى سجل البث علشان خاطر التليفون بتاع ليلى بايظ، معلش. ماما شيل الشحن التليفون مع الشحن من معاكي عشان عامل صوت. يا اخلاص بالله عليكي بس خلي لولد. اليوم بدك، بس اليوم التاني عشان امبارح. حق عالية يجي دلوقتي، حق دلوقتي بتاعها دلوقتي علشان حق اوكي. عالية يجي. عالية ام الشيوخ، ام سبع شيوخ. عالية ام سبع شيوخ. وبعدين يوم عالية ما اتجوزت ده كانت عالية متجوزة راجل. يا صلاة النبي. عالية يوم ما اتجوزت كانت متجوزة راجل كبارة هنا في مصر. يعني حكاية، يعني كانت حاجة على مستوى يعني، مش كده. عيب. عيب ده خدتك الفندق ووكلتك وشربتك وبيتتك وجابت لك هدايا. اطلع المنصه، اطلع المنصه يا ايهاب. وجابت لك هدايا وظبطتك. عيب. عيب واحده حامل وام سبع عيال تمرمطاها كده علشان هي جت عند لبنى وكتبت تعليق عند لبنى. كل ده يا ستير لا حول ولا قوه الا بالله. كل ده عشان ايه؟ بتمرمطي في الناس عشان ايه؟ كل ده بتتمرمطي في الناس عشان ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اطلع المنصه يا ايهاب، تعالى كلمي يا اخلاص، اتفضل. السؤال اللي اتكتب ايه اللي خلاكم تطلعوا تتكلموا؟ ايه اللي خلانا نطلع نتكلم يا اخلاص؟ يا اخلاص خلاص بتسمع. اه تمام. ايه اللي خلانا نطلع نتكلم يا ماما؟ اللي خلانا نطلع نتكلم ان هي امبارح طلعت عملت على عاليه بنت الكويت. عاليه بنت الكويت بنت الشيوخ، مرات الشيخ ام سبع شيوخ. طلعت عملت عليها ان عاليه مطلعه من جوزها واتجوزت راجل وحامل في الحرام، وراحت تنسب الراجل لجوزها. وبعد ما رجعت لجوزها راحت لطليقها تاني. مشت مع طليقها تاني وحملت منه وبتشرب مخدرات وبتلعب قمار والكاسه ما بتنزلش من ايدها. والبث بتاع امبارح كله يا جماعه اللي كانت عاملاه كله كان على عاليه. دي اللي كانت عاليه اللي بتبعت لك، وده عاليه جايبه لك بالطو بس. مش عارفه بيقولوا 7000 جنيه مصري ولا جايبه لك ايه، مش عارفه بكام، ب 1000 دولار ولا جايبه لك بكام. ده عاليه خدتك وعزمتك في فندق وبيتتك وحجزت لك اوضه وخدتك في كازينو ويوم بليله ولا يومين بليلتين، وهي عامله معاك احلى واجب وانتي في بلدك. يعني عاليه عزمتك في بلدك، المفروض كان عليكي مش عليها. وفي الاخر بترد لها الجميل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي الاخر تسببي لبنت الناس اللي هي واقفه معاكي. ده عاليه انت طلعتها على المنصه عندك تهاجمني وهي ما تعرفنيش.
تهاجمني وهي ما تعرفنيش، وطلعت معاك وطلعت جوزها، والاخر جوز قلتي على جوز عاليه ده مش جوزها يا جماعه في الخاص، ده الشوفير، ورحت عامله كده للناس، والناس راحت قالت لعاليه. معرفش. اه فوق. امم صح. مم. ومين في على فكرة يا جماعة في اسكرينات وفي حاجات كلها بالدليل، كل حاجة كانت موجودة بالدليل، كل حاجة عندنا موجودة بالدليل، كل كلمة قالتها بالدليل. وطبعا الحاجات في النيابة يعني عالية ودلال مش ساكتين، عشان لا يكون مفكرة اللي هم ساكتين. كل حاجة موجودة في النيابة دلوقتي، واحنا مش هنطلع حاجة غير بإذن النيابة. تمام. عاليه فانتوا غلطت يا جماعه، عملت توكيلات، وعاليه ان هي ماشيه قانوني، عاليه ماشيه قانوني. وبعدين يا جماعه ما حدش يستهزأ بعاليه، عاليه دي بنت الكويت، عالية دي يا جماعة مرات شيخ في الكويت، ومعاه 7 أولاد من شيخ في الكويت، يعني بنت الأسرة الحاكمة، زوجة الأسرة، من أسرة حاكمة، يعني زوجها من من الأسرة الحاكمة في الكويت. ينفع واحدة كانت معاكي تطلعي عليها الكلام ده كلته علشان جات وكتبت تعليقين في قناة لبنى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي شهيرة العظيم. شهيرة بتقول، قالت في واحدة عندها 7 عيال وتلعب قمار. طب هي في واحدة عندها 90 سنة وقاعدة في المنصات؟ في واحدة ده قالت عليا اللي أنا باخد أسرار ماما وبروح أطلعها من وراها، يعني أي سر من أسرار ماما في القنوات أو كلمت أي حد أو أي حاجة بروح أطلعها لحد بره، وبيجي لي فلوس من بره مصر. يعني أنا اه شغالة لماما. استني يا ليلى، استني يا ليلى. مم. بتقول على بنتي يا استاذ ايهاب اللي هي بتاخد، لو انا اتكلمت مع عاليه، ولا اتكلمت مع اخلاص، ولا اتكلمت مع آه مع ايهاب، ولا مع، طول النهار احنا يعني الحمد لله رب العالمين، انا اصدقائي كتير يا جماعه، وحبنا كتار الحمد لله رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين يا حبيبه قلبي، ويسعدك ويبارك لي في عمرك. آه إحنا ملناش دعوة بيها، إحنا ما كانش لينا دعوة بيها. كل شوية نتكلم استني يا عنها. ليلى. مم. قال بتقول للناس، بتقول لعالية، بحثة لعالية، بتقول لها ليلى أسرار لبنى بتطلع من بيتها، من بنتها بتاخد أسرار أمها تطلعها، ويجي لها فلوس من بره مصر ليلى وتروح تستلمهم. طب واقسم بجلال الله العظيم اللي انتم ما تعرفوه يا جماعة، بنتي ليلى ما طلعت بطاقة لغاية هذا الآن، ورب الكعبة بالكذب بتاعك والضلال بتاعك، بنتي ليلى ما طلعت بطاقة لغاية هذا الآن. مش يعني شفتي يا منوعات. فدي واحدة قاعدة فاضية، كل يعني قالت القناة بتاعت لبنى درويش تتقفل، لبنى درويش تتقتل، بنت لبنى درويش بتبتز البنات بالصور، بنت لبنى درويش بتطلع الأسرار وتاخد الفلوس من بره، لبنى درويش وبناتها مش عارفة فاتحين منصة ايه، فاتحين شبكة ايه، وعاملين ايه ومخلين ايه، وانت اللي ما عاملة القناة يا منى ومنزلة عليها صور لولي وصور اخت محمد الترك، وانت اللي عاملة ده كله، وبمساعدة الكلبة الصرصارة سارة، بمساعدتها. يعني انتوا الاثنين اللي عاملين ده كله. ليه اقول لك ساره بتعمل كده؟ ليه؟ لان ساره ليها مرتب شهري منك. عرفت ليه؟ ساره هي اللي قايلة اللي هي بتطلع لسارة مرتب شهري، مرتب طبعا. شهري. وساره، ايوه ساره، انا عماله اقول ساره مالها محموقه لها قوي، ولها ساره القله بتبقى غلطانه، وساره محموقه لها كده ليه؟ اتاري ساره ليها مرتب شهري كل شهر من الموميا العجوزه دي. وكمان بتقول على محمود ده، هو اقسم بجلال الله العظيم ورب الكعبة يا جماعة ما اعرف عن محمود ده حاجة. محمود بنطة، اقسم بجلال الله العظيم ما اعرفه. وفي قناتي هنا لما دخل قناتي واللي حصل في القناه، وقدر الله ما شاء فعل، ومحبه لا بعد عداوه، محبه لا بعد عداوه، اقسم سبحان بجلال الله. الله ولاد ما اعرفه. راحت بتقول عليه لنواف النهارده ده هي اللي جايبه محمود بنطه بطه، بتقول عليه كده لنواف، ونواف يجي يشهد، وهي اللي مطلعاه القناه عندها وبتعمل شو بيه. والله العظيم يا جماعه ما اعرف، قسما بصي سبحان بجلال الله الله، العظيم ما اعرف. ماما، سبحان الله.
كانت باعته، يعني هي عامله اكونت فيك الكلام على كلام محمود، ما هو بيقول ان في حد دخل كلمه في الخاص وقال له في بنت انا لولي وكذا كذا كذا وعايزه تجيب لي حقي. فاللي كان باعت كانت باعته بنت يعمل كده، وهي اكيد اللي عامله الاكونت الفيك ودخلت كلمت محمود على تضعيف. بس سبحان الله، ربنا لما بيحب حد بيقلب الموازين عليه. اهو دلوقتي بنطه والجيش بتاعه بقوا معانا، سبحان الله. ليلى قالت ليلى بالبست او لا، يعني إيه مش فاهمه يا دلال. والله زي ما بقول لك يا منوعات، دي بتاخد منها مرتب شهري علشان تطلع تعمل اكونتات الفيك وتعمل القناه. يا ساره روحي يا ساره اعملي اللي انا قلت لك عليه، تقول لساره روحي اعملي اللي انا قلت لك عليه، تبص تلاقي القناه داخل فيها هجوم لاكونتات. يا لبنى يا كذا، يا اخلاص يا كذا، يا عبير يا كذا، يا ده يا كذا، يا ده. ايه حرام عليكي، انت منقبه ازاي؟ حرام عليكي، انت عجوزه ازاي؟ وانت طالعه تهددي بنات بالصور وتتهمينا فيه، والسحر اللي انت بتعمليه للقنوات والحاجات اللي انت بتجيبيها والحاجات دي، ما هو كل ده على فكره معروف، يعني احنا مش وعلى فكره قالت لعبير، وعبير اهي بتقول، عبير بتقول لها ده حرب بعت للبنى 4000 جنيه، 4000 جنيه مش 4000 دولار. حربي موجوده اهو. حربي قال يا لبنى انا هبعت لك عيديتك انت وفاطمه وليلى، وفعلا بالفعل. الصوت يا ليلى كده مشبوه من عندك؟ لا من عند عبير، اعمل لها ميوت بس. فعلا عملت ميوت يا عبير معلش. فعلا حربي بعت لنا في رمضان 4000 دولار، 4000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري. حربي بعتهم لنا عاديات. حربي موجوده اهو، حربي موجوده اهو. قالت لعبير ايه؟ ان شاء الله اخر فلوس هتمسكها في ايدهم، اخر فلوس هتمسكها وتتفرجي تسحري. وبلدك اصلا المنطقه اللي انت فيها بلد الاسحار، ليه شغاله عليا؟ ده انا بطلع ما بعرفش اتكلم. بنتي اللي هي بنتي ديت اي نعم ما كملتش تعليم، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ده ستر من ربنا. لا قناتي سبحان الله العظيم، قناتي اللي فيها 300000 سحراها، قناتي التانية وقفت حالها وسحراها. الناس بتهجج الناس من عندي، الحمد لله رب العالمين. يمكن احنا اهو الحمد لله، اللي يدعم في القناه اهلا وسهلا بيه. سحر الناس، حتى جندتي ناس على ناس، انت جندتي ناس على ناس، بتاخدي صور الناس تشتغلي بيهم في الاسحار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الله اكبر عليكي، الله اكبر عليكي، الله اكبر عليكي. وداخله عامله كومنتات تقول يا شحاته الكويت. انا شحاته الكويت؟ ام علي عملت مسابقه هي واخلاص، ما فيهاش اي حاجه، عادي خالص. لما دلال عملت مسابقه، لما حربي قال لي يا لبنى انا ابعت لك عيدياتك انت وبناتك، اقول له لا يا اهلا وسهلا، ده محبه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، دي محبه. كمان بعت لنا العيديه، واميره زكي كمان بعت الليله العيديه، اه وده لسه ما بعتش حاجه. ده وراح فين اهو، لسه ما جابش الفلوس اللي عليه. واللي يدعم القناه اهلا وسهلا بيه. وكل الناس القنوات كلها اكبر قنوات على اليوتيوب بتندعم. لكن انت عملتي حتى القناتي ان محدش، وقفت حال قنواتي وقفت حالها. ده انا مش ما بعرفش اقوم اصور، كسحتينا وعملتينا وعينك علينا وعينك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب قسما بجلال الله العظيم يا من يحاسبنا عليه ربنا، قسما بجلال الله العظيم، قسما بجلال الله العظيم، اللي انا يا جماعه يوم $3000 دولت قلت لها اسمعي يا عاليه، اللي انا ما مسكت مليم، قلت لها يا عاليه الموضوع جه، دي الناس مفكرانا اللي كان في غش الاخلاص وكلام من ده.
عليا فضلت تتنطط، لا يا لبنى ده انا عامله مسابقه، ده انا قلت لها لا، عندك قسما بجلال الله العظيم ما خدت من عليا ولا دولار، ما خدت من عليا 3000 دولار ولا خدت منها، يشهد الله عليا. وانا ما رضيت اطلع اقول الكلام ده لغايه وعاليه ورب الكعبه دلال، يا بنتي ده انت كسبتيهم، يا بنتي ده انت كسبتيهم. قلت لها لا، فيهم شبهه ان خلاص جاوبت كله، المفروض كانوا توزعوا على الناس اللي تحت، طالما انا كنت اعلنت عن المسابقه وقعدت تعمل المستحيل. قلت لها قسما بجلال الله العظيم يا جماعه ما خدت منهم ولا دولار، ورب الكعبه ما خدت منهم، قسما بجلال الله العظيم. علي دلال عندكم اهي، اللي فضلت تتحايل عليا يا بنتي انت كسبتيهم، يا بنتي كانت مسابقه. قلت لها ابدا. طب محبه يا لبنى، طب عشان خاطري انا اللي دخلت يا لبنى، وانا اللي قلت لها قسما بالله العظيم، والله العظيم يا جماعه ما خدت منهم ولا مليم، يشهد الله العظيم ما خدت 3000 دولار من دلال، ده اللي هي عامله عليهم الحرب، اللي هي عامله عليهم الحرب، اللي هي عامله عليهم الحرب. حرام عليكي، ده انا بربي في اولادي وانت مجوزه اولادك كلك بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك، ولادك ما لهمش ذنب في حاجه، ولادك ما لهمش ذنب في حاجه، ربنا يصلح حالهم يا رب، الاولاد ما لهمش ذنب في حاجه، والله عامله عليهم حرب، عامله عليهم حرب، قسما بالله العظيم انا ما خدت منهم دولار واحد. استاذ ايهاب بيقول كلمة الحق تتقال، كان في مكالمة بيني وبين لبنى بعد المسابقة، وكانت كنت ناوية اخد منها 1000 دولار سلف، قالت لي وربنا ما خدت فلوس. عشان دلال فضلت تتحايل عليا، بس انا عرفت اللي ده طالما هي احنا كنا علنت على المسابقه، علنت على المسابقه دي اللي تكون مسابقه على قناتي، والاخر ايه خلاص جابوها عليا يعني ان انا اخد الفلوس، حلفت ان انا يا عاليه ما اخد منها دولار واحد. البت قعدت تتنطط، يا لبنى انت بتقولي ايه ده مسابقه يا لبنى ومن حقك قلت لها لا لا، قسما بالله يا جماعه ما خدت منها دولار. يا ليلى، ليلى تمام يا جماعه، بصل القناه وبصل كل حاجه، بصل القناه وبصل كل حاجه، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. يا شيخين الله غالب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. امسحي الفيك يا ليلى، اللي بيشتمنا ده يا ليلى امسحيه، امسحي يا ليلى، احذفي يا ليلى، احذفي يا ليلى، احذفي. على فكرة احنا سكتنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة على الموضوع ده، الموضوع ده يا جماعة بقاله فترة مش دلوقتي، الموضوع ده بقاله فترة كبيرة وشغالة، يعني احنا ملناش دعوة بيها، كل شوية تكلم عليا ودلال، ده لبنى مش عارفة بتعمل ايه، لبنى بتخلي ايه، بكرة تشوفي ده انا كنت ام واخت وسند ليكي وحمى وكل حاجة، حمى وام مين يعني ده المتغطي بيكي كل عريان. شويه تروح تقول لي خلاص بكره هتشوفي من لبنى، تقول لي عاليه بكره هتشوفي من لبنى، تشوفي ايه بكره؟ لبنى تاخد صورك وتتكلم عليك، صورك؟ انا باخد صور من حد ولا بدي لحد صور؟ بابا جه، بابا جه يا ماما. الله غالب، الله غالب، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وانا برضو يا جماعه ده اخر باذن الله، ده انا طلعت اوضح علشان عاليه، انا
طلعت اوضح علشان علي. خلي اسراء تحط لاحمد عشاء يا ليلى. طلعت اوضح علشان خلي اسراء تحط العشاء لاحمد يا ليلى. ليلى حاضر حاضر. انا طلعت اوضح علشان عليا. بتقول لك ما تجيبي سيرتها، يعني سيرتها تيجي عندنا. اتقي الله يا هي مش ساره اللي انت بتعمليه ده. هي مش كانت داخله مساح الفيك ده يا ليلى. هي مش كانت داخله هناك في قناه ابو زياد يا خرابي، في قناه ابو زياد تقول لهم يا ولاد يا ولاد يا ولاد ده متجوزين يا ولاد، والله العظيم بيضحك معاكم بيضحك عليكم ومتجوزين عند الاستاذه ايه، والله العظيم والله العظيم متجوزين. تكتب لهم في التعليقات ده متجوزها، ده بيغشكم وبيضحك عليكم، وتخش تكتب لي في القناه. اهلا يا حسناء منوعات مريم زكي يا جماعه، عليكم السلام بنتي حسناء. ده ده بتضحك عليكم هي وهو يا جماعه، ده بتضحك عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عارفه حتى تقولي ليه. مثلا لا على فكره يا سوسو ماما بتهزر. هزار، مالكيش دعوه. ماما بتهزر. انت عايزه فلوس من الاستاذ ايهاب؟ انا دهب ده اخويا، دهب ده اخويا الصغير، اخويا الصغير دهب ده اخويا الصغير. لكن مش عايزين حاجه من الاستاذ ايهاب، ده بس بنهزر خلاص. شكله راح في الفترة اللي فاتت دي غايب عشان يجمع لي في الفلوس. ده صدق باين عليهم جابوا يا عم، لو كان جابهم ماشي مش مشكلة. هات يا عم هات ال $300 يا عم مش مشكلة. هات يا أميرة ال 300 جنيه ال $300 بتوع ابن خالتك. ايه يا عبير؟ تسمعي إخلاص؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما الواحدة حامل، واحدة حامل عايزة تتسبب لواحدة حامل ماشية في الشهر الخامس ولا السادس، يجيلها تسمم حمل ولا تعمل في نفسها ايه. امبارح بتقول لي يا لبنى خلي بالك انا ممكن انتحر بالكلام اللي هي بتقوله عليا. قلت لها تتجنني؟ قالت احنا يا بنت الناس احنا مرات شيخ وام الشيوخ ما نستحملش الكلام ده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إيه عبير اما تبقى اقول يا كبيرة زي دي بتقول لعبير تعالي روحي كلمي الراجل وروحي قابليه وعشان ايه؟ عشان تلم اسرار وتتكلم وترجع تهددها وتطلب منها. حسبنا الله ونعم الوكيل. هي حياة الناس رخيصة كده؟ هي أعراض الناس رخيصة بالشكل ده كده؟ مدام لبنى رايح فين يا إيهاب؟ تعالى. نعم يا
أنا أنا شايفة مش سامعة، ببص. رح أرجع، بدي أنزل وأرجع أطلع، بس بتمنى ما حدا يقطشني. طيب ماشي. ما تقطشوها، اعملوها ترانشات. ماشي. تعالى على المنصة يا هاب، تعالى تعالى ما تمشيش، تعالى. أهلا يا عارف، أهلا وسهلا يا عارف. هو انت يلي اسمك قلة مفكرة كل الناس مثلك بتنشرى وبتنباع وبيندفع لها مصاري وبتطلع بتحكي؟ ماشي يا حبيبتي، خلي بالك مفكرة كل إخلاص الناس لحظة مثلك؟ شوي. أول شغلة، أنا بدي أحكي لك يا، أنا ما بغلط، ما بغلط لأنك أنت مرة كبيرة، ما بغلط فيكي لأنه أنا أصلي وتربيتي ما بتسمح لي إني أغلط فيكي، مش لأنه أنا ما بدي أغلط فيكي، لا. أهلي ربوني كتير منيح. تاني شي، الشبعان وين ما يروح هو شبعان وعينه شبعانة، مش نحن اللي مننشرى بالمال لنطلع نحن نحكي عن مرة. وتالت شي، يلي بتقولي، اللي كنت تقولي عنا بنتك طلعت شهري فيها بأقذر الألفاظ وأفظع الألفاظ، هيدا شو اللي عم تعمليه أنت على المنصة؟ أنت عم تفضحي ولا لا؟ أنت كنت تطلعي تقولي أنا ضد، كنت تطلعي تقولي أنا ضد فتح الأعراض، أنا ضد تشهير بمرة، أنا ضد تشهير بالبنات. أنت شهرتي بمرة امبارح بسببك، كانت عم بتقول أنا بقتل حالي من وراء هذا الحكي، والله شاهد على كلامي، على البكي اللي بكيته من وراكي. طلعت تقولي إنها حبلي من واحد تاني، حرام، اتقي الله، اتقى الله، اتقي الله. وبعدين حتى لو انت شو دخلك بخصوصيات الناس، حتى لو انت شو دخلك بخصوصيات الناس، شو إلك عند الناس؟ كل واحد حر بحاله. معناتها انت فاتحة منصتك لتاخدي اسرار العالم تطلع عليهم بثوث، تطلعي تهدديهم، وتطلع عليهم بثوث. انت يا سارة يلي منقبة وتتقي الله وحاطة صورتك منقبة، انت هيدا الشيء شرعا ودينا مقبول تطلعوا تفتحوا ستر مرة؟ عيب، عيب على اللي بتعمليه، عيب. لا، نحن بنطلع منوقف مع المظلوم وانت عارفة هيدا الشيء. وعليا بالنسبة لإلنا أخت، وحقها رح نجيب لها إياه، حقها رح نجيبه وبالقانون، مش مش بالتهديد، لا بالقانون. حرام عليكي، حرام عليكي اللي عم تحكيه على مرة، حرام. بتعرفي أنا ما بعتب عليكي، بتعرفي ليش؟ لأنه ما جربتي تعمل إنه يكون عندك بنت وتخافي عليها. رب العالمين أمرنا بالستر، ولاية ولاية وضربات الله خفايا، خافي الله، خافي الله. حتى لو مزبوط هذا الحكي اللي عم تحكيه أنت، ما في داعي تطلعي وتشهري فيها وتقولي لها فيديوهات وكتب كتاب وورق عرفي وورق مضروب. حرام عليكي، حرام عليكي، والله حرام. للأسف والله العظيم أنا مصدومة. يعني أنا كنت قلك أمي واعتبرك أم لإلي، وقفت حدك، كنت ضد لبنى، كنت ضد إخلاص، لأنه يغلطوا فيكي أطلع، نواف بيشهد وكل متابعينك بيشهدوا، بس توصل معك إنك تفضحي ستر مرة، لا لا، هذا الشيء ما اصلا بيرضي رب اصلا يا العالمين. عبير، ربنا بيعرف لمين بيبعت البنات، للي بيستروا اعراض، لانه هيدي لو وبعدين اجاها بنت كان إخلاص، فضحت لحظة، بنتها. إخلاص لحظة. وبعدين إخلاص منا خاينة. إخلاص أنت من الأساس بتقولي إنه إخلاص بتحبها للبنى، إخلاص منا خاينة، إخلاص بتحبها للبنى وأنت عارفة هذا الشيء، ومن الأساس أنت معك خبر وبتعرفي إنه إخلاص مخلصة للبنى، بالرغم من المشاكل كلها سوا. تقولي لها أنت وعلى ما سمعنا تقولي أنت عن جد علقانة أنت إياها، بس بتموتي عليها للبنى وأنت عارفة. إخلاص منا خاينة، إخلاص ما بتحب تشوف الظلم، إخلاص ما بتحب تشوف الظلم.
يا انتوا بالكومنتات سؤال بدي اسالكم اياه، اللي عم بيصير بيرضي رب العالمين؟ فتح مره فتح تفضح ستر مره عندها اولاده حامل، وهيدي المره ما عملت معك شي غلط، ما عملت معك شي غلط. بلا هيدي عملت معها المره غلط، بعتت لها $600 ما عم بدل بقلك 3000. ما عملت معك غلط، ما عم يعني ما إلها 10 ايام بعتت لك مصاري وانت قلتي من تمك ما حدا قال. عيب. اما هيدي اكل ناكري، بتاكل وبتبزق بالصحن. حرام، حرام اللي عم بيصير، حرام هالهجوم اللي عم بيصير عليها. وشو بدك تطلعي تحكي عني؟ احكي انت وسارة. انا بس بدي اقول حطوا رب العالمين بين قدامكم، وقولوا انه هيدي مرة، هيدا ستر مرة نازلة تفضحيها على المنصة، نازلة تفضحي فيها على المنصة. شو بعد في ما طلعتي عليها؟ عملتيها زانية، عملتيها الولد اللي ببطنها مش لإلها. لا، وحطت لي واحد شقفة خنتي داير بألمانيا عم يشتغل بعرفش شو، حطت لي اياه على المنصة يطلع يحكي علينا، ولك روح انضب، كن رجال بالاول وتعا واجه مرة، كن رجال كل حاجة كامل بصوتك مكمل هتطلع يا لبنى وتعا. على أبو زياد والمصري، وكله بصوتك. وإزاي أبو زياد والمصري وبعد كل ده لسه معاك وبيدخلوا عندك؟ انتي حرباية، اصبري يا لوبيا، والهدايا بتاعتي عند اللي ما تستاهلش. وجبتلك بعربيتي الفندق. امم الله. امم هو احنا صحيح يا بنتي يا عبير، امم ايام ما كان لنا مشاكل مع ابو زياد مش كانت بتخش تكلمنا زي الحرابي وواخده وكانت بتخش تاخد الفويزات من البثوث؟ وانا دلوقتي بكلم منى عشان ولا بكلم ابو زياد؟ انتوا فكرين يا جماعه اللي انا بكلم ابو زياد ولا حاجه، اقسم بجلال الله العظيم، ولا بكلم ابو زياد ولا اعرف عنه حاجه اكتر ما هو قاعد في اسكندريه. ولا فويزاتي ايه يا وليه؟ انت في حاجه ما فضحتش الناس بيها؟ طلعي وعلى عينك يا تاجر. انا لا بخاف من ابو زياد، ولا بخاف من المعلم اكرم سلام، ولا بخاف من مصري، ولا بخاف من غير من اللي خالقني. وانتوا لبنى عارفينها انت مين فوزاتك، وبعد كده بيخشوا عندك. اه لما الرد تحبوا وبعدين مش نحن اللي بنقبض لنوقف جنب إنسانة مظلومة. مش بعيننا المصاري، نحن الحمد لله شبعانين. يا عبير الرد مش كده. الرد يا سارة، أسرارك كلها، كل أسرارك اللي انت عارفاها، أسرارك اللي هي عارفاها عليك كلها كام يوم وهتبقى رخرة على المنصات، ما تخافيش. اصل الناس اللي عملوا معاها الجمايل وجابوها في الفنادق الفور سيزون والفور سيزون يا دلال، صح؟ والشامبوات اللي اتسرقت والفضايح اللي حصلت دي كلها، والجاكيت ابو 28,000 جنيه وال $600، والله اعلم انا ما اعرفش هم حولوها تاني ولا لا، انا مش عارفه غير ب $600. كل ده والفلوس اللي هي اديتها لك وبتقولي ما طلبتنيش بيها، كل ده هيطلع، ما تخافيش. انت رايحه عند واحده بتموت في حاجه اسمها فضايح، قناتها اصلا مبنيه على الفضايح، فانتظري الجاي. وعارفين بقى اللي اترمى من على البلكونه من فوق وكل حاجه دي كله هيطلع، ما فيش حاجه مش هتطلع. القتل عليكم عندهم بقى السلام. حاجه عاديه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاللي هو انا عايزه اقوله القبض يا موميا، اللي انت بتاخديه، مش هقدر اقول لك قناتك هتوحشك ولا اي حاجه، الجمهور هيوحشهم القناه بتاعتك، عشان انت قريب كده الحديد هيبقى في ايدك، لان كان في شروع في كان في اللي انت عايزه تقتلي، ما اعرفش اسمها شروع في قتل ولا اسمها ايه، وكان في تهديدات وعندك. وفي قتل حقيقي. امم وقلتي اتهمتيني، قلتي ليلى بنتها وقلتي لبنى في الشات، يعني الكلام كان لبنى وليلى، تمام؟ الكلام كان عليا وكان عليها. السكرينات دي مش هتطلع هنا يا جماعه، ان شاء الله لما هيطلع اذن من النيابه هنطلع لكم السكرينات وكل حاجه، عشان احنا مش طالعين بنتكلم بلوش وخلاص. والصور بتحرب ازاي شريف المصري بيطلع عندها؟ وانا دلوقتي لا مؤاخذه بكلمك علشان اجيب لك فيوزات؟
هو انا اعرفك علشان انت هتسجلي لي؟ هو انا ولا هو انا ولا هو انا ولا هو انا؟ ها، قولي لي بقى، تلفزيونات هتروح لابو زياد. ايوه، ما انت ما خليتيش حد، ما فضحتهوش عادي، ما الناس كلها عارفه. وتروح للمصري. هو معلش لا مؤاخذه، هو انا بخاف من المصري ولا بخاف من ابو زياد ولا بخاف من حد؟ طب ما انا كنت بطلع اتكلم على ابو زياد وعلى المصري وعلى المحامي وعن الدنيا بحالها على عينك يا تاجر. انا ما بخافش بعدين من حد. نحن ولا مرة رحنا عند المستشار وسبينا فيه يا اللي كنت ولو رايحه بدك، يا لو في اختي. حدا من عند المستشار بده يعرف شو اسم الاكونت والحساب اللي فات سب من عنده، ببين هو له طريقته وبيعرف الاكونت اللي فات لعنده. استني بقول لك ايه يا قله انت، يا ساره يا صرصور، انت والقله بتاعتك روحي يا حبيبتي اعملي اللي هتعرفي تعمليه، غوري في 60,000 مصيبه تاخدك. مش هقول لك مصيبه واحده، غوري في 60,000 مصيبه تاخدك انت يا كلبه الموميا. مش هقول لك غير كده. بقول هي لك مالكيش قالت دعوه مين ولا هي ما نغلط. قالت هي طلعي البت النجسه دي عشان ما تنجسش المنصه. طلعي النجسه دي من هنا. طلعي البت روحي النجسه دي اعملي من اللي هنا عشان ما انت عايزاه، وبعد تنجسش كده المنصه. تعالي اتكلمي. عريتي المنقبين وعريتي المصريين، روحي جا تتقرف فيكي وفي شكلك واللي عايزين يعرفوكي. ده ايه القرف اللي بيجي علينا ده؟ بتقولي ده ايه يعني انت القرف مش ده؟ خايفه؟ لا، ما بخافش من حد يا اختي. خاف منهم ليه؟ هم بيوكلوني ولا فاتحين بيتي؟ لا، ما انا ايه؟ بخافش. انا ماشي يا بحترمهم، ستي. بحترمهم، بخاف منهم، لا. انا ما بخافش من حد يا قط. ما بخافش اه من حد. ناس طلعت قالت على ميرفت، ميرفت صاحبتي وميرفت كذا وميرفت كذا ميرفت وبعد. اه وميرفت، عملت ايه في ميرفت يا اختي؟ عملت ايه في ميرفت بعد 4 سنين والاخر طلعتي قلت عليها ده مختلة عقليا وعندها انفصام في الشخصية وي وي وي. واصلا العيلة ده انت جبت للعيلة العيد، يعني انت طلعتي قلت العيلة بتكذب على الناس. قلت ده عمرهم ما شافوها ولا عمر محمد شافها. كل ده علشان اعملي للزباله دي بلوك، اعملي للزباله دي بلوك، غوري في 60 مصيبه تاخدك. عيني كشافات كده بتشوف الحقيقه، وعامله فيلر علشان ما اشوفش اشكالك بيه، وعيني كشافات علشان اشوف الحقيقه. عقبال كده ان شاء الله. عارفه اول واحده يا ساره لما تيجي في المنصه تقول الحقيني يا لبنى، الموميا مطلعه اسمها ايه، مطلعه الصور بتاعتي ومطلعه كل اسراري، مطلعه الفلوس اللي انا كنت باخدها منها وطلعت. هتطلعي، ما تخافيش ما تخافيش. فواكه جيش منذ رجوع المخلوق. تمام. هو انا اصلا اللي مضايقني ايه، اللي هم عالم بجحه هي وزباله هيدي صرصارة مش فهماني انا عاشو عاملة مثل كلب الشانلو. اي كلب شانلو؟ كلب شو اسمه هذا اللي ما بحبه، الوجه هيك كبير ومثل ختيارين. شيواوا. بيتبول ايه هيدا. وبتجي وشاطة ريلتها لانه بتعرف ياي اليوم في مصيبة يعني في فلوس. ما كله فهمانينه نحن يا صرصرة المنصات. تعي روحي تعالي يا كلبة، روحي يا كلبة، انزلي يا كلبة عن المنصة، اطلعي يا كلبة على المنصة. ما نحن فهمانين هيدي القصة، وفهمانين قديش بتدفعلك. هي قايلت لنا انه انت تشتغلي عندها. تعي روحي كده ولا لا يا عبير؟ ايوه يا لو يا خلاص. قلت امم عليهم اهلين يا ست لمونه. فالبناتة اللي ايدهم لمصارينا وعم بيعطوها وعم بيشربوها ويطعموها ويفسحوها وعملت فيهم هيك. فكيف انت يا كلبة المنصات يا هو روحي سجلي البث يا بيت، روحي جيبي لي السكرين ده يا بيت، روحي اكتبي كده يا بيت، ولا لا يا صرصارة؟ يلا يا بيت، احطي عند معلمتك. استنى، ده في حاجه هي سبرايز جايه لها. اخلاص مين اللي على المنصه، اخلاص ولا عبير؟ اني تمام. هي مفكره نفسها هي قاعده عماله تعمل الحاجات دي، مش مفكره ان في ناس قاعده عماله تسمعها هناك. اللي تركية. انت مم. ما هي مش عارفة انه هذا هو المطلوب، انما التحدي والصمود. هيدي كبيرة عراسة تفهمها. يا جماعه، هو انتوا بتشوفوا عاليه بتطلع على منصات؟
بتشوفوها بتطلع في المنصة هنا وبتتكلم، يا ماما شيل التعليق المثبت يا ماما. نيلي. عالية من بعد خلاص ما جابت آخرها، من بعد ما جابت آخرها خلاص طلعت اتكلمت، لما لقيتها بتبتزها بالصور بتاعتها وبتقول لها على البابا ابن فكرة البابا. على فكرة أنا خاينة الأصحاب. أنت بتعرفي حتى لبنى مع كل الإهانات اللي وجهت لي إياهم وما فهمتها ولا لا يا أولا. ما أنت هيدا اللي غايزك، هيدا اللي غايزك لحد هيدا اليوم. منشان هيك عملتي منصات وفتحتي قنوات وعم تبعتي فيكات وتقولي اخلاص لولو بنت اخلاص رقصت تيك توك. يا ريت يا اختي رقاصة على القليلة كنت شاورت لك كده بال100 جنيه وقلت لك انزلي يا كلبة لمي ال100 جنيه وخديها، بس اشتغلت اسكتي. تمرجية. استني رايتك بيضة يا عالية، يا عالية انت رايتك بيضة، واحدة زبالة زي دي. ده اسمها لا حول ولا قوة الا بالله ميرفت، بعد كذا سنة قاعدة معاها وميرفت يا الحقني يا محمود، الحقني يا عيلة حوارات يا ناس. لبنى طلعت قفلت لي القناة اللي كانت بتدافع عن ميرفت، القناة اللي كانت فيها حقيقة ميرفت كلها. وأول ما طلع عيلة الحاج جابر وقالت إن ميرفت خلاص كل واحد راح لحاله، اصلا ميرفت او هي يعني بعد ما احنا طلعنا اتكلمنا عن ميرفت بالكلام الحلو طبعا لان هي محترمه وربنا يا ربي يا يعوضها عالية خير. ما هي لحظة شوية عبير، يا عالية ما هي طلعت ليلى عفوا تمام. طلعت حالها كذابة اليوم، وطلعت حالها انه هي اللي كانت عاملة الاكونت الفيك وعم تكتب منه. ما هي قالت من شوي بلسانة انه هي كانت عم تحكي قصة. طب ما دام قصة، مين اللي كانت عم تكتب القصة؟ وانت قلتي في واحدة عايزة تقول قصتها وتشرح لنا عن القصة اللي حاصلة معاها. مين هاي؟ يعني صح. كل اللي قلناه بالفيك مزبوط، انت طلعتي الفيك وانت اللي عم تعملي الاكونتات الفيك، وانت امبارح اللي كنت باسم سارة عم تكتبي وتردي على حالك. واقرا يا منتصر، اقرا سارة بتقول ايه، لانه ما عدتيش ملحقة. اذا بدك تقري او تردي على منتصر او تحكي مع ايناس او تردي على العالم ما عدتي ملحقة، صرتي ضيعتي، ما عدتيش مركزة مزبوط شو عم بيصير ولا شو. واخر شي خلص انا حقول اللي انت بعتهم لي بالخاص. طب ما دام انه وحدة بعتت لك بالخاص واليوم عم بتقولك انت عم تحكي قصة عن وحدة، يعني انت منافقة وانت اللي ثواني حكيتي بلسانك، مش نحن اللي يا قلنا، انت اللي قلتي. اخلاص هي سابت واحده عماله تتكلم القصه اللي هي مألفاها على عاليه في الكومنتات يعني عماله تقراها. ما هي قالت هيدي قصة، اه كانت عم تحكي قصة، لا مش ما كانتش بنلقح على عم تيتا تحكي عن محمد جبر، عليا. احنا بنتكلم عليها ما بنلقحش، احنا مش بتوع التلقيح، التلقيح ده بتاع اولادك رايهم ايه باللي بتعمليه خصوصا. هي نست لما ابنها طلع قال لها اقفلي الزفت اللي انت فاتحاه ده، اقفلي جبت لنا العار. الفيديو ده لسه عندي والله لسه عندي، وعماله تقراها ان شاء الله كده اصلا يا جماعة اولادها ما بيعرفوا شي من شي، ولو عرفوا هالشي ما بيخلوها ساعة على المنصات. فانت يا عليا يا حبيبتي انت رايتك بيضه من كل حاجه بتحصل. اديني بقول لك هي ميرفت بعد اللي حصل ده كله طلعت اتكلمت عليها وقالت مش عارفه اكملها، كانت ايه وكانت ايه. فهي اتكلمت على بنت ما فيش اشرف منها بكده. فانت رايتك بيضه يا عليا وخليها تتكلم اللي هي تتكلمه. انت رايتك بيضه مفيش اي حاجه. لا بعد الشر عليك يا عليا، بعد الشر عليك ان شاء الله ما فيش حد هيموت غيرها هي كده ان شاء الله. نلاقي الصرصوره بتاعت البلاعات دي راح كاتبه على المنتدى انا لله وانا اليه راجعون لقد توفت البكتيريا والمرض.
قالوا لها طيب اطلعي المنصة عشان نفهم عليكي. قالت منى لا هي كلمتني وقالت ما تقدر تطلع. ساعتها عرفت ان هي القصة. ايوه هي يا سلايم اللي بتألف قصص وبتحطها. ما هي كانت بتقول مسميه نفسها ايه؟ اي اخلاص. سارة. لا التانية نقدة. لا، بتقول ما هي اللي كانت عم تكتب بالكومنتات انه صاحبتها في شيء، انه هيدي القصة هي كانت سارة، مكتوب سارة، ما بعرف شو، نسيت شو اسم العائلة. سارة بالعرب بالانجلش كاتبته. ف يا عليا انت شرفك وعرضك ورايتك بيضة. انت ما فيش حد يقدر يتكلم عليكي كلمة وحشة. طبعا انت يا عليا، ما هي حتى واحد من غير شرف ده نص راجل يا حبيبتي، قاعدة جنبيها وبتتكلم، عارفة ليه ما قاعدة جنبيها؟ قال ايه عاوز يعمل لها عزومة معرفش فين بالمبلغ اللي انت بعتهوله. طب ما كان يشحدك هو المبلغ، وبدل ما تطلعي وتشحدي من فلان وعيلتين بلا ما يعمل عزومة بال40,000 جنيه يا أختي. خليك بالله عليك ده واضح بألمانيا أصلا اخلاص. هودي كتير بحبون هودي اخلاص الأشخاص وبيطلعوا ملايين من وراهم. قولي له يا اخلاصي خلي باله لو هي ماشية تلم الحاجات الشامبوات والحاجات وتاخدها. لا، بالمملحة، اه لأنه بالمطعم في المملحة والمنفضة بياخدوها. تاخد لا حول ولا قوة الا بالله. وصلت للشامبو للدرجة دي في عفاينة. شامبو صابون. اخدت اللوشن بتاع الاستحمام. لا ولا وبتحكي علينا دفعت لنا عالية بالفلوس. دفعت لنا لا بالفلوس يا وبعدين علي عشان نتكلم. لا يا والبعدين بقى حبيبتي، نحن الحمد ابو لله شبعانين، مش مثلك كلبانين على المصاري. والبعدين بقى ابو زياد حبيبها دلوقتي هتروح تبعت له الفيزات بتاعتي. ده و... الفيزات دي و... انت تلاقيك واخداها من البث وغير يا التسريبات. ماما وغير هيك بص هلا هي انت عم تتحامي بالمستشار اكرم سلام. طب ونحن شو عندنا مشكلة مع المستشار اكرم سلام؟ امم فيك تقولي لي نحن شو مشكلة؟ نحن ما عندنا مشكلة معه، طب اتحامي في طب بس كل هو واحد بينفضح وبيبين. انتوا خدتوا بالكم يا متابعين أولا؟ ايوه يا ده جماعة حبيبها، خدتوا احنا بالكم من اتكلمنا على ابو الحتة زياد. دي؟ مم. احنا اتكلمنا على ابو زياد واتكلمنا على المستشار اكرم سلام فعلا. مش هقول لكم ما يعني اتكلمناش. يا عليا ده بس انت الناس بتزعلي نفسك بس ليه يا انتوا عليا؟ حكيتوا علنا يا ليلى، أيوة، مش اتكلمنا عليهم علنا لان بالخاص. يا ليلى ايوه كانت ما بيننا مشاكل واتكلمنا انت يا وهم ليلى اتكلموا. نعم. انت علي على المنصه يا ليلى ومش بعتي علي انذارات علي لأكرم سلام باسم امي اه مم. وتعمل حالة معاش خبر؟ ده انا معيش خبر يا جدعان. مم. مم. ايوه يا عليا. انتوا ليه معاكم بتلحنوا؟ معاكم. هلا يا يا عليا علي. يا يا خسارة علي على العيش رايتك والملح. بيضة يا علي يا علي رايتك بيضة يا علي يا يا علي انت. خسارة يا جماعة على العيش والملح. يا خسارة على الائتمان. يا خسارة إن لساني نطق مع لسانها. هذه موتتني بالظلم، موتتني بالافتراء. أنا قاعدة أموت. بعد الشر عليك يا علي. هذا شرف وعرض. استرخصت الشرف والعرض، استرخصت يا كثير. عليا، يا ست الستات، خليكي قوية، لأنه دموعك عند العزال عم يشمتوا فيهم. لا، خليكي هذه قوية وبلا دموع. القوي هو الله. القوي مم. هو الله، بس الكلام صعب جدا 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 جدا. وحتى الشبه راجل هلا كان صار عم بيحكي عن الخليج واهل الخليج، بطل عم يحكي بس عن شخص وشخصين، لا، بس شهادة لله هي سكتته، قالت له ما تدخلينيش في مع الخليجية.
القضاء صار القضاء قاعد ياخذ مجراه. أنا الكلام تعدى كثير، تعدى حدوده كثير، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. واتضحت الرؤية الحين من اللي وهي يسب عم بتقول بالعرض وهي عم والشرف. بتقول انه في حدا عم بهددها. طب ما انت هلا هددتي يا ولية، وانت قلتي انت يا كذا كذا اللي قاعدة هناك، انت هتدفعي الثمن. هو ايه معنى ده؟ مش تهديد؟ هتدفعي ثمن عالية؟ دفعيها يا اختي، هتشوف مين هيدفع الثمن. هتدفعها تمن ايه تاني يا اخلاص؟ بعد ما قالت اللي في بطنها مش ابنها، مش ابن جوزها، هتدفعها ايه تاني يا اخلاص بعد كل ده؟ هتدفعها تمن يعني؟ هي قالت على خلاص دلوقتي بتاعت قمار وعملت لها بلوك، وقالت على عليا بتاعت قمار، وقالت على عليا بتشرب الكاس ما بيوقعش من ايدها، وقالت هتقول على ايه تاني يا اخلاص؟ تاني بقى خلاص. أنا يا ريت مسألين هي هنا. تطلع الرسائل وتطلع المعلومات اللي هي قاعد تقول عنها، عشان يكون في حق قانوني بيني وبينها. إذا في حق، إذا أنا غلطانة بشيء تاخذ حقها معاي بالقانون، وأنا أخذ حقي معاي بالقانون. بس تذكر الاسم وتطلع الرسائل صوت وصورة بدون تلفيق أنا ولا لحظة تزوير في وبرجع الكلام، لكم. قسما بدون تغيير بالله، في المحادثات والكلام، لأن كل شيء راح يبين بالنيابة العامة. قسما بالله يا جماعة اللي أنا بكلم عليه أحيانا ترن عليا هي ودلال، والله العظيم أكتر من يجي 7 8، يمكن نفصله أقول لها استنى ما نصلي، تعالي نصلي الظهر، تعالي نصلي العصر. احترام وأدب وأخلاق وتربية. اللي بتقول عليها سكيرة وبتشرب مش عارفة بتقول عليها بتاخد تحت كوكايين ولا الحاجات اللي بتقول عليها دي، قسم بالله العظيم عالية. يمكن بتكلمني يمكن بالسبع ساعات 8 ساعات في اليوم هي واختها، والله احترام وأدب وأخلاق ويعرفوا ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا فعلا ما أكلتش مع علي عيش وملح، لكن أنت أكلت معاها عيش وملح. إزاي توصلي البنت للدرجة دي كده؟ وإزاي تطلعي الطلعة دي على واحدة عشانها بتقولي لها تمشي من على منصة لبنى، ما تروحيش ابدا تعلقي في قناة لبنى؟ قالت لها يا ستي انت ما انت شريكتي واحنا عبيد لله، ما احناش عبيد، ما احناش عباد ليكي. قلت لها طب انا هوريكي، وتهدديها وتبهدليها وتعملي فيها كده، وتبهدليها وتعملي فيها كده، وعالية موجودة ايه. وقالت لي يا لبنى خلي بالك الست دي كانت بتوزع عليكي تتقتلي، كانت بتوزع عليكي تتقتلي. قلت لها حرام عليكي تقتليها ليه؟ ده ام اولاد. قالت لها لازم تتقتل، قنواتها تتقتل وتتقتل. ليه كده؟ ليه الاجرام ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ليه كده؟ ليه الاجرام ده كله؟ انا عملت فيكي ايه؟ لا انا ضرتك ولا سلفتك ولا بنت بلدك ولا بنت عشيرتك ولا متوارثه انا وانتي، ولا ليا علاقه بيكي للي انت بتعمليه ده كله. بتقولي فيوزاتي هتروح لابو زياد، فيوزات ويعرف ازاي بتطلعي على بيطلع وانت دلوقتي بقيتي حبيبه انت وابو زياد ولا ايه؟ وابو زياد بيحبك شو؟ ابو زياد بيحبك ولا ايه؟ ابو زياد هو مش انت اللي كنت داخله قناه المصري عند مدام آية وبتقولي ده هي لا علاقة بأبو زياد ومتجوزين ولا علاقة بأبو زياد ويعرفوا بعض وبيضحك عليكم وي 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 وي. يا سحرة، يا سحرة حرام عليكم. ابعدوا عن الناس بقى، ابعدوا عن الناس، ابعدي عن السحر، ابعدي عن اللي انت بتعمليه، ابعدي عن كل اللي انت بتعمليه. يا ويلك من عذاب الله، يا ويلك من عذاب الله. ليلى ايه ركومنتات شوية يا ليلى. حاضر. منورين كل الحضور. ليلى قلة الجمل يا حربي. هي القلة يا مانجا. استهدي بالله مدام عالية بنت الكويت، الله ينتقم من اختيارة الجن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كل شيء ماشي بالقضاء، كل شيء فعلًا إحنا ماشي عالية ودلال مشوا قانوني بكل حاجة معاه طبعًا، ورقم التليفون بتاعها هو اللي كان داخل بيكلمهم في الخاص، رقم التليفون بتاعِك مثلًا ما فيش ابنِك أخد التليفون والّا الصرصورة اللي شغالة معاكِ، لأ ده أنتِ رقم تليفونِك وأنتِ اللي كنتِ بتتكلمي، وأنتِ اللي كنتِ بتتكلمي في جوز عالية بالليل وهو رَد عليكِ، وقعدتِ تقولي له مش عارفة إيه وإيه وإيه وإيه، فمعنى حاجة كل حاجة وإن أنتِ بتتكلمي بتثبتي اللي هو أنتِ، عشان يعني ما تجيش تقولي لأ مش أنا والحاجات دي فيك وكل حاجة، ولمّا هيروحوا في النيابة الكلام ده كله أنتِ جاية، كل حاجة عندِك، كل حاجة، اللي هو الأكل الكلام اللي أنتِ اتكلمتيه على ماما، الكلام اللي أنتِ اتكلمتيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكلام اللي أنتِ اتكلمتيه على كله هيطلع ويروح للنيابة وبعد كده هناخد إذن من النيابة بعرض كل حاجة تطلع في القناة كده لازم إذن من النيابة لمّا قدّموا المحضر وكده قال لهم ما ينفعش حاجة تطلع، فكل حاجة خلاص طلعت، كنا قُلنا مرّة و2 و3 ربنا يهديها ويصلح حالها، دي سِت كبيرة ورجلها والقبر، بس أنت ما احترمتيش ولا سِنِّك ولا احترمتِ الناس ولا احترمتِ أي حد، وباصّة في رزق غيرِك وباصة في قناة لبنى ومش عايزة حد أحسن منِّك وأنتِ مش أحسن من حد، يعني أنتِ مش عايزة حد أحسن منِّك وأنتِ مش أحسن من حد وأنتِ مش أحسن حاجة ولا ألطف حاجة، أنتِ واحدة فاتحة قناة طالعة بتاكلي في عروض الناس وتنهشي في عروض الناس وطالعة بتبُصّي في أرزاق الناس وطالعة للقيل والقال والنَم والغيبة والنميمة، الواحد لمّا بيكبر في العمر بيقعد على المصلية اسكتي يا ويقعد ليلى، يدعي مش ما ربنا لقيتليش مش ما لقيتليش حاجة تعملها، بتقول لي ابعت الفيوزات بتاعتك كنت بتشتمي على ابو زياد. الله، وانا بشتم على ابو زياد ولا بشتم على ابو زياد فين؟ امتى ده الكلام ده؟ وحلو، هو انت دلوقتي بقيتي انت وابو زياد حبيبه؟ طب وانا كنت بكلمك مثلا، يعني انت قلتي على عليا كذا وعلى اخلاص كذا وعبير كذا وما لقيتليش حاجه بقى غير الفيوزات بتاعت ابو زياد؟ م? أهلين كريم الجن، نورت يا كريم، فاللي هو الواحد كل ما بيكبر كل ما اللايك بيقعد يا على جماعه، حطوا اللايكات، حطوا كل واحد يحط اللايك يا جماعه، لو سمحتم كل واحد يحط اللايك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمتي ما بين ال60 وال70 فأنتِ دلوقتي ضيفة الرحمن، فهو أنتِ مش محترمة ليه مش محترمة سِنِّك معلش، ليه مش محترمة سِنِّك، ليه آخدة سِنِّك وسِن غيرِك؟ طب بتعملي لمين؟ لمين الفلوس اللي أنتِ بتعمليها دي؟ لمين الفلوس اللي أنتِ بتطلبيها؟ هل لمّا أنتِ تموتي في حاجة تنفعِك؟ يوم لا ينفع ولا مال ولا بنون، هتموتي وما فيش حاجة هتنفعِك. الفلوس اللي أنتِ عمّالة تعملي ولا سارة اللي أنتِ مطلّعاها معاكِ وعمّالة بتجرِّك للغلط مش هتنفعِك ولا أنتِ يا سارة، يا سارة لو أنتِ يا سارة مستنية منها المرتب بتاع ماما يسقط عندِك بيعمل full stop. لو أنتِ مستنية منها يا سارة كل شهر مرتب شهري عشان تصرفي بيه على عيالِك، ما أنتِ كده بتصرفي عليهم من حرام. من اكل في عروض الناس. آه، بتصرفي عليهم فلوس حرام. فأنتِ لو طلعتِ اشتغلتِ في شركة والّا طلعتِ اشتغلتِ أي حاجة، حتى لو هتروحي تبيعي مناديل، بس تدخّلي حاجة فعلًا فلوس هتخش في جيبِك فعلًا، حاجة أنتِ تعبانة فيها مش من الغيبة والنميمة والأكل في عروض الناس، واللي هو إيه، أنا صاحب صاحبي بقى على الحلو على الوحش أنا متحامي له. فاللي هو اتقي الله شوية. شوفي لِك حاجة تانية يا سارة، أنا لو أنتِ بتعملي كده عشان ولادِك، فأنا باقول لِك أنتِ بتأكّلي ولادِك حرام، من فلوس حرام، ده أنتِ ما كده بيهمش بتأكّلي حاجه، ولادِك ما من بيهمش أكل حاجه تانية. لمّا أنتِ تحطّي نَفْسِك مكان عالية يا سارة وتقول لِك ده أنتِ عيالِك اللي معاكِ دي عيال من الحرام، والّا تطلع تقول لِك أنتِ متجوّزة واحد مش عارفة إيه، والّا مع مين والّا إيه حُطّي نَفْسِك يا سارة، حُطّي نَفْسِك بدل ما أنتِ محموقة لها كده. وفي استغفر كمان الله. كلام التانية الكبيرة كلام كتير إحنا مش راضيين نطلع نقول وحاجات وصلت لنا، مش راضيين يطلعوا يقولوها اللي محدوف في البلكونة. خلاص يا ليلى.
ليلى كلها دايرة مصالح عايزين يجيبوها. بُص يا بنت أنا برضه عشان تبقى عارف حاجة، عشان أحُط في دماغك النقطة دي، الست دي لو قالوا لها روحي أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني استغفر الله العظيم يا رب، روحي اسجدي لإبليس، المشاهدات بتاعتِك هتعلى، استغفر الله العظيم يا رب، هتروح تسجد له. عليكم السلام شمس أحمد. دي ما بتفكّرش في أي حاجة غير في المشاهدات وغير في الأرباح. كانت في يا أحمد بنوتة عندنا اسمها روز، كانت بتدعم القناة، عارف كانت تطلع على المنصة تقول لي هي يا روز، أنا عايزة من الدعم ده يا روز، اشمعنى لبنى يا روز، والله روز قالت لي أنا اتحركت ورُحت دعمتها، روز بتقول أنا اتحركت ورُحت دعمت منى. فاللي هو كل جنيه داخل المنصة باصة فيه. لو مثلًا إحنا هنقول أنا بابا متوفي من وأنا عندي 3، 4 سنين، وماما هي اللي بتصرف عليَّ، ويعني هي اللي بتصرف عليَّ وهي ما شاء الله هي الراجل وهي الست، فهي فاتحة منصة علشان بتصرف علينا، وأي جنيه داخل اللي هي بتصرف علينا منه، لكن هي التانية عندها أولاد وبيصرفوا عليها، يعني مش محتاجة، عندها شباب ومجوزة بناتها، والّا ما أعرفش عندها بنات والّا إيه، ما عندها، يعني هي مش محتاجة الفلوس. طب بتعمل ده لمين مثلًا؟ هي مفكّرة يعني ما أنتِ هتموتي والفلوس دي كلّها هتفضل هتعملي بيها إيه مثلًا، هتروحي تعملي عملية تجميل؟ هتروحي تعملي عملية تطوّل عمرِك شوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حق الرد بعد القانون حق إخواتي هييجي اليوم. ما تتعبش نفسك يا بنطة، ولا ترد ولا نيلة، هي دي عايزة كده عشان تبقى عارف هي هدفها اللي انت هتطلع ترد عليها واحنا نطلع نرد عليها. بس احنا فتحنا اللايف بتاع النهارده عشان نطلع نرد عليها، عشان اللي بيحصل ما ينفعش. ده لسه في حاجات كتير احنا ما قلناهاش على فكرة، كان في حاجات كتير احنا ساكتين عليها، ما ينفعش. لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. صح يا دكتورة ميلا، المنصات يبليها موية مكر إبليس وعند محتفى اليوم جالسة يتنطط من منصة لمنصة، الله يخزيه. أنا بالقفص. إيه يا شهيرة، أولادك راضيين على ابتزاز ابنك الصغير يعرف؟ مين اللي كان بيقول ابنها بيكلمني؟ مين اللي كان بيقول ابنها بيكلمني؟ على فكرة أنا معايا البتاع بتاع ابنها، معانا الصفحة. فاطمة روحي شوفي مين اللي بيخبط. معانا الصفحة بتاعت ابنها، الصفحة بتاعت الفيسبوك ورقم ابنها معانا، احنا ممكن نروح نكلمه ونقول له والله يا ابني حصل من الموميا 1 2 3، بس خلاص احنا مشينا قانوني، احنا مشينا قانوني، يعني دي ما فيش حاجة هتلمها غير الحكومة. يعني تسحب اشتراك ليه؟ الراجل هو اللي طلب الزواج وليس محلل مثل ما تحول. هي فعلا مش عارفة، هي بتحور فعلا يا دلال، وهو ده هدفها. يعني الواحد، ثانية واحدة. مدام لمنى ليلى حبيبتي انتبهي لكلامك وانت معصبة. والله يا ريمو يا حبيبتي، مش بيتعصبني قوي بالكلام بتاعها، اللي معقولة علشان الفلوس واحد يطلع، يعني عشان سارة بتقبض منها كل شهر تطلع تعمل ده كله، بتعصب. مش عارفة. الله على كل ظالم، لا تحورين وبيننا القضاء. صح، القضاء هو اللي يعرف يجيب لنا حق. تمام يا مدام ربنا لا تثق في اي حد. والله يا عطر الورد، اي كلمه بعد كده بتطلع مني دلوقتي بقيت بعمل لها مليون حساب، مليون حساب بمعنى الكلمه. لولا حبيبتي من ستر على اخوه المسلم ستر الله عليه يوم القيامه. طب يا دكتوره ميلا، لما واحده تكلمك في التليفون وتفضل تعيط لك وتقول لك ده 1 2 3، طب لما تعمل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لما تروح تعمل واحدة متجوزة وواحدة مش بنت بلدها كمان، واحدة أكلت معاها عيش وملح، واحدة أخدتها يعني خرجتها وغيرت لها جو وجابت لها هدايا وعملت معاها حاجات
ممكن القريب منها ما يكونش عملها، وتطلع تعمل منها محتوى وتعمل قصة من خيالها، قصة من وحي الخيال علشان الفلوس. دي اتسكت عليها يا دكتورة ميلا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين بالعين والسن بالسن. حطوا اللايك يا جماعة، حطوا اللايك يا جماعة، حطوا اللايك. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. هي اعتدت علينا والله يا دكتورة ميلا. بعتة بتقول لعليا او دلال، مش متذكره قوي لانها هي مش سايبه حد في حاله. مره تكلم جوز عليا، مره تكلم جوز دلال، ومره تكلم دلال، ومره عليا، وبالارقام وعلى الايمو وعلى التليجرام وعلى الواتس. مش رحمه، مش رحمه. كل شويه يعملوا لها بلوك من كل حته، زهق وملوا. بتقول لها ليلى بنت، في اليوم اللي انا كنت عامله فيه الكيك وكده ووريت لكم، قلت لكم انا عامله كيكه، فاكرين؟ فبتقول لها ايه، ليلى بنتها، انتوا راجعوا البث ده، ليلى بنتها طلعت واتكلمت وفضحت السر وفضحت اسرار اللي هي بتعملها من غير ما تاخد بالها، وفضحت المؤامره اللي انتوا عاملينها عليا. وقبض عليه، وقبضت ليلى بنتها، طلعت الكلام من المؤامرة اللي انتوا بتعملوه عليا، وكمان ليلى قبضت من اللي مطلعه له السر. اهلين يا امان. فطالعه تتكلم وتقول كده، وتقول بنتها ده الاسرار طالعه من بيتها من قلب بيتها ومن بنتها اللي بتاخد، اللي بتطلع اسرارها وبتاخد فلوس من بره. يعني انا بطلع اسرار ماما وباخد فلوس من بره، وانا ما بتكلمش عليها. وانتوا يا جماعه كنتوا بتشوفوني بطلع اتكلم عليها ولا ماما بتطلع تتكلم عليها؟ لما هي عماله تلبسني في تهم، وطلعت قالت لولي، طلعت قالت قدامكم هنا، وممكن اجيب الحته دي وهي عندنا في البث وهي بتتكلم، قالت انا مشيت ورا كلام لولي. وفاكرين لما طلعت قالت بلسانها على المنصه دي بتبتز البنات بالصور بتاعتها، ودلوقتي بتبتز عاليه بالصور بتاعتها، لو ما حاولتلاش فلوس هتروح تطلع لها الصور. دول انا كنت زيك، كنت عليك ايه التعليقات يا ليلى؟ اللي يقول عليا كلمة أهب فيه أخرج أسوأ ما فيه. بس والله عرفت إنه ده حرام، خفت جدا واغتصب كل حاجة. ربنا هو المنتقم الجبار. والله يا دكتورة ميلا، ما هو حرام. لا مش حرام يا دكتورة ميلا. حرام ليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم مش قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم به؟ أنا ما اعتدتش عليها. أنا طلعت وقلت اللي هي عملته. انا طلعت بوضح للناس الكلام اللي هو بيتقال. انا طلعت اوضح للناس مين اللي بيعمل اكونتات فيك. طلعت اوضح للناس مين اللي صورتي. حطوا لايك يا دكتور احمد، اللي ما حطش لايك يحطوا لايك يا جماعه. طلعت اوضح للناس مين اللي كان اخد صورتي واخد صور اخت محمد التركي، وكاتب الكلام ده الفيك ما بين ابراهيم ولولي والتركي. فانا طلعت اوضح اللي هي اللي بتعمل القناه. احنا طالعين بنوضح اللي بيحصل، طالعين بنوضح ريمو الدوامه اللي احنا شغالين فيها. منوره يا ريمو. ايه مؤهلين؟ ما طلعتش يعني، انا ما طلعتش قلت ده انت كذا وكذا. انا ما طلعتش اقول لها انت يعني ماشيه مع حد، او طلعت قلت لها ده انت بتعملي كذا. ده انا بوضح اللي حصل فعلا. اهلين يا دكتور احمد. لا انا قلت ليكي خدي حقك بالقانون، مش قصدي انك تسكتي عن حقك. انا برضو يا دكتوره ميلا، عشان يبقى كل حاجه طالعه قدامكم، علشان لما تلاقوها فجاه واحده اختفت من على اليوتيوب تبقى عارفين هي راحت فين. ما هو اللي فات مات فعلا. ما هو اللي فات مات، بس العيب الميت بسبع ارواح. يعني احنا كل ما نقول اللي فات مات، بنبص كده اللي نلاقيه مات ده راجع تاني، اللي مات راجع حسام مين تاني. ده يا ليلى؟ حسام مين؟ ما اعرفش. دكتور احمد منور البث. لا حول ولا قوه الا بالله. انا رحت عند اذا راحت وبتقول كمان ايه، بتقول لعاليه ودلال لو رحتوا عند لبنى انا هبتزكم. شرط ليها يروح تعتذر لهم في البث بتاعها، وكمان ايه ما يطلعوش عندنا. ده شرط ليها عشان ما تبتزهمش بالصور. ده يرضى مين؟ ده يرضى ما يرضاش ولا دين ولا يرضى اي حد.
هي خلاص عشان بقت اخده على التشهير والكلام في عروض الناس، وبقت اخده على المشاهدات، فخلاص بقت نسكت لها بقى، ايه ما حدش قادرها. يلا انت ما عليك غوار، لا انت ولا ماما ولا علي ولا حتى ده، احنا كلنا محترمين ولادنا. بس يا دكتوره ميلا، اللي انا عايزه اقوله لك، اللي هو كان لازم اللي احنا نطلع ونقول. انت مش عارفه عاليه منهاره ازاي في الخاص، احنا قسما بالله احنا ساكتين بقالنا فتره. والله عاليه العظيم يا جماعه درجه عاليه بتقول انا هطلع اموت نفسي، انا الكلام ده ما ينفعش معايا، ده هتموت، ولا اكل ولا شرب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم اسراء. يعني انتوا يرضيكم توصل لواحده ما عندهاش ولا كرامه ولا عندها ولا دم ولا عندها مسؤوليه ولا عندها نخوه وكل حاجه عندها مباحه، تتسبب في ان عاليه تموت؟ بعد الشر عليها، ربنا يا رب يطول في عمرها. ليه توصل الناس لكده؟ ليه توصل عاليه اللي هي يحصل لها حاجه؟ الحمد لله اللي قالت ده اللي قالت طليقها وجوزها، ما قالتش يعني البت كانت ماشيه على حل شعرها، ولا قالت حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى لسانها قالت انا بقى هروح اكلم طليقك اقول له ان انت كنت متجوزاه محلل. معنى كده ان هي، بصوا، هو سبحان الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ربنا بيستدرجك في الكلام، انت ربنا استدرجك في الكلام ان بيثبت عليك انك فعلا كده. دكتور احمد بيقول ملخص الموضوع ده كله بتلخص فيه نقطة واحدة: ما تسمح لأي شخص ما بتعرفه يدخل حياتك دي بتاعتك انت، خصوصيتك انت، المفروض تحافظ عليها. صح يا دكتور احمد؟ الكلام ده ممنوع في البث يا جماعه، الكتابه دي ممنوعه في البث. شفتي يا ليلى الكلمه دي؟ ايوه، احذفها احذف، مفيش حاجة اسمها كده، احنا والله كلامك انا. انت من اهل الخير يا احمد، استاذ احمد، ايد النور يا ياسر. تمام، كنا معك يا احمد سعيد، منور يا ياسر. عليكم السلام يا عبد الرحمن. القضايا بيننا. هل يا جماعه انا بقى عايزه اسالكم سؤال: هل دي لو، لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش عارفه اقول لكم ايه، هل دي حرام فيها السجن؟ حرام دي يعني واحده كبيره، هل دي حرام فيها السجن؟ تمام. هل دي حرام فيها السجن يا جماعه؟ لما تتسجن كده حرام ولا حلال فيها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي اللي عامله نفسها اخده بالها من كل كلمه بتقولها بالبث، لو هي عندها جراءه تقول دلال كذا، هي طبعا عارفه الاسماء لان في تحويلات جايه باسمائهم، جايه باسم ذكرى وباسم دلال، فهي بقى لو في عندها الجراءه اللي هي تقول ذكرى كذا او عاليه او دلال كذا، تقول لو هي عندها الجراءه. تقول عاليه، اسمها عاليه. ربيت شيطانك يا شيخ، حسبنا الله. عاليه يا ليلى، عاليه يا ليلى، الله يهديك، اسمها عاليه. مدام لبنى، انت والحاجه منى صالحتوا في رمضان، طلعت عندك منصه، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير يا ضحى ان منى منامينو موميايو مش سايبانا في حالنا، طالعه راحه في الخاص بتكلمهم كل، قسما بالله عندنا سكرينات من فتره كبيره. لبنى عامله مؤامره، لبنى وبنتها عاملين مؤامره عليا، لبنى وعاليه ودلال واخلاص وعبير عاملين مؤامره عليا، لبنى ومش عارفه ومين عاملين مؤامره عليا. هي من المؤامرات اللي هي